السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. آم، بقالي كتير أوي مصورتش حاجة، بس قلت أعمل الفيديو ده عشان بعد أيسف لاحظت إن في ناس كتير كانت تعبت فعلا. والفترة بتاعت أيسف أو غير أيسف برضو كاب أو مسابقات ما كانوش يعني جوهم على حساب المذاكرة، وما كانوش عارفين يذاكروا كويس. فقلت إن أنا لازم أعمل الفيديو ده ألخص فيه الدنيا كده. فان شاء الله الفيديو ده هلخص ال O1 ماث كله ونحل عليه كتير قوي، وهقول لكم طريقه تحل بيها اي سؤال. هو ال O ده انا زي يعني مذاكرته خدت مني وقت ومن كذا مصدر من فيديوهات كتير. فعشان كده عملت الفيديو ده لم لكم الدنيا كلها، بحيث ان انتوا يعني انتوا الوقت اللي ضاع في ايس فاكيد هو ما ضاعش، ربنا يجعله من حسناتكم. بس عشان تعرفوا تعوضوه بعد كده يعني، وعشان ما تاخدوش وقت في مذاكرة ال O. فهلخص لكم الدنيا كلها في الفيديو ده ان شاء الله ونحل مع بعض، ويعني ربنا يوفقكم وتستفادوا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا الاول نبدا، احنا نشرح الليميتس. خلينا الاول نبدا. يعني ايه ليميت اصلا؟ اوكي. او معلش لو في زنه في المايك انا مش عارف اعدلها يعني، بس والخط يعني ان شاء الله يبقى كويس. المهم لما اقول مثلا limit as x approaches 1 of f of x. تمام، او بلاش f of x، خليها مثلا x بلس 1، دي الفانكشن يعني. يعني ايه الكلام ده؟ هل ده معناه ان انا عايز اجيب f of 1، يعني اعوض بال1 مكان الاكس فهتطلع لي 2؟ هي هتطلع 2، بس هي مش معناها كده. خلينا نرسم جراف عشان تبقى واضحة. نعتبر ده x بلس 1. فانا لما اقول عايز limit as x approaches 2 مثلا، يبقى انا عايز هنا كده النقطة دي. تمام. اي نعم، هي يعتبر ال y value بتاعتها، بس مش هتبقى كده في كل الحالات، وهفهمكم ليه. بس انا بقول له الفانكشن بتقرب من ايه عند النقطة 2، فانا هطلع فوق كده الاقيها كانت طالعة وبتقرب عند النقطة نعتبرها 3 مثلا. فعشان كده هتبقى limit as x approaches 2 للفانكشن دي هتبقى ب 3، وال1 نفس الكلام. آه فالليميت مش بعوض بالفاليو على طول، اكتر ما هي الفاليو دي بتقرب من ايه. بس في حالات بعوض فيها على طول. طيب ايه الحالات اللي مش بعوض فيها على طول؟ خلينا نجيب فانكشن مثلا x باور 3 minus 1 over x minus 1. واحنا عايزين الليميت بتاعها as x approaches 1. اوكي. ماشي. هنا لو جربت اعوض عن 1 ايه اللي هيحصل؟ تبقى 1 minus 1 0 over 1 minus 1 0، يعني 0 over 0. هل دي اجابة تنفع اصلا؟ لا. عشان كده في حالات ما اقدرش اعوض فيها. هنا بعمل ايه؟ هنا بعمل ايه؟ في العادي بقى يعني لما تشوف فيديوهات الطرق اللي انت هتحل بيها، ناخد x minus 1، يعني نعمل الديفرنس بين 2 كيوبس اللي اخدناها نعملها factorization، واللي هيبقى x باور 2 بلس x بلس 1 over x minus 1. فدي هتطير مع دي، هيتبقى لنا x باور 2 بلس x بلس 1. فلما اعوض عن ال 1 يطلع لي فاليو صحيحة. الكلام ده صح. بس في المسائل اللي بعد كده حوار الفactorization هياخد مننا وقت، عشان طبعا ما نضيعش وقت، وعلشان نخلص بسرعة كده. والليميتس اصلا يعني حاجة هضيع وقت ليها عن ان انا اقعد اعمل فاكتورايز، وفي حل احسن بكتير. فهقول لكم الطريقة اللي بتحل تقريبا اي سؤال ليميتس. انا اخدتها من مدرس يعني، بس انا قعدت اجربها في مسائل غيث كلها تقريبا او معظمها، ومسائل امتحانات قديمة، وقعدت اطور فيها عشان اخليها جنرال، ان جنرال رول تظبط على اي مسألة. ففعلا الطريقة دي قوية يعني، وعشان كده كنت حابب أقولها لكم. فأقولها لكم إن شاء الله بجد مش هيقف معاكم أي سؤال، وخلينا نقولها. طيب في حاجة بس قبل ما أقولها، إن أنا إمتى يبقى عندي الليميت ديفايند. ثانية، هو أنا أصلا ممكن الليميت يطلع undefined. حاجة زي
يعني خلينا نقولها جرافيكلي. فاكرين في الراشونال فانكشن لما خدناها السنة اللي فاتت، لما كان في حاجة اسمها هول، صح؟ طيب هل دي لو قلت الليميت عند ال1 بتاع الفانكشن دي defined ولا مش defined؟ لا على فكرة هو هيطلع defined، هي هتبقى حاجة شبه الفانكشن دي اصلا، او مش دي، لا دي هتبقى كوادراتيك. بس الليميت ان انا مش ببص على الفاليو نفسها، انا ببص هي بتقرب من ايه. فانا هشوف الهول دي هي ملهاش يعني فاليو محددة، بس على شمالها في فاليو وعلى يمينها في فاليو، فنفترض انها 2. فعشان كده دي الليميت بتاعها عند at x approaches 1 هتبقى 2. مش هقول انها undefined لان على يمينها وعلى شمالها في value، صح. طيب حاجة تانية مش ملهاش limit او undefined، حاجة زي كده مثلا، دي اسمها step function وهنقولها قدام. دي هنا لو عوضت مثلا عايز اشوف الليميت at x approaches 0. طيب هبص على يمينها وعلى شمالها، هي ملهاش فاليو محددة، هي فيها هول. بص على يمينها وعلى شمالها، على يمينها عند بتقرب من الفور كده، على شمالها بتقرب من نيجاتيف 2. هل اللي بتقرب له يمين هو اللي بتقرب له شمال؟ لا، فملهاش ليميت محدد عند الزيرو. اوكي، فعشان كده في رول الليميت، يعني امتى اقول على ليميت as x approaches number defined. ده هيبقى لما يعني مثلا 1، لما ال1 positive يساوي الليميت بتاع f of x ال1 نيجاتيف. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الليميت بتاع الفانكشن هيبقى defined لما يكون شماله ويمينه equal بعض. اوكي، اكنه مكمل لبعض يعني. خلاص، فبناء على الحوار ده انا بعد كده في اي مسألة تقابلني هجرب ارقام. تمام، يعني مثلا ماشي، خلينا نجرب امثلة ونحل كتير عشان نعرف الفكرة اكتر وهتفهموها يعني اكتر، صدقوني لما نحل. طيب هنا بيقولك عايز الليميت as x approaches negative 3 للفانكشن دي. لو عوضنا عادي بنيجاتيف 3 زي ما بنعمل، فنيجاتيف 3 بلس 3 في الدينومينيتور هتبقى 0. 0 في الدينومينيتور ما ينفعش، فعشان كده احنا المفروض بنلاقي طريقة تانية نجيب بيها الليميت. الطريقة دي بتبقى ان احنا نعمل فاكتورايزيشن للنيوميريتور ونكنسل حاجة من فوق مع حاجة من تحت عشان نعرف نحل الفانكشن. بس ليه تعب القلب ده كله؟ يعني دي سهلة، يعني ممكن تكون سهلة نعمل فاكتورايزيشن عادي. هو هنا عمل خد x minus 2 x plus 3 وكنسلهم مع بعض، بقى عنده x minus 2 ونيجاتيف 3 نيجاتيف 2 يعني نيجاتيف 5. بس بعد كده في مسائل فاكتورايزيشن بتاعها رخم، واصلا مسائل رخمة وقال لك اضرب في الكونجيكيت، فاحنا في غنى عن بدل وجع القلب ده كله خلونا نعمل الطريقة. طيب انا لو عوضت نيجاتيف 3 هيديني ايرور، فانا عايز اتست الحاجة اللي احنا قلناها ان هو يمينها وشمالها، فهجرب يمينها، يعني ده يمينها نيجاتيف 2.99999 ده يمينها على طول، ولو عوضته لو عوضت بيه في الفانكشن مش هيديني ايرور. ونجرب شمالها على طول نيجاتيف 3.00001. اوكي نجرب، تعالوا نجربها. في بس حاجة عايز اقولها، طريقة قبل ما نعملها، يعني عشان احنا هنستعمل الرقم ده كتير، فبدل ما نقعد نكتب كتير نيجاتيف 3.000 نقعد نكتبه كتير، هنكتبه مرة واخزنه ككونستنت. فهقول لكم الطريقة دي، اكتب الرقم او ده الرقم اللي احنا عايزين نخزنه equal، اوكي، بعدين shift recall هتلاقي فيها ستور، تمام، ستور، وبعدين خلاص اختارها. انت عايز تعملها ستور فين؟ خلينا نعملها ستور عند الاكس، فهدوس عند القوس. هلاقي هو بيقول لي ان هو عمل ستور للانسر بتاعتي في الاكس، بس اعمل شيفت وهلاقيها متخزنه. لو عملت الاكس هلاقيها هي طلعت لي. والطريقه دي انا كنت بستعملها اصلا في الامتحان عشان الكالكوليتور بتاعتي ما فيهاش كونستانتس، فكنت بخزن حاجات في الاي والبي والسي وهكذا وبعرفها، يعني الماث بتاعت الارث وهكذا. طيب خلينا نجرب الايكويشن. هنكتب عادي الايكويشن زي ما هي، x باور 2 بلس x minus 6 over x plus 3. لو عملنا ايكوال طلع لنا نيجاتيف 5.00001، يعني يعتبر النيجاتيف 5. هو زي ما احنا بنعمل
حاجة تقريبية ليها، هيطلع لنا حاجة حرفيا جنبها بالظبط، فهي نيجاتيف 5. اوكي. طيب هجرب على شمالها بقى. مش همسحها يعني، بس كل اللي هعمله هكتب تاني نيجاتيف 2.9999 واعمل لها ستور في الاكس، وبعديها ارجع تاني للايكويشن وادوس ايكوال، هيطلع لي نيجاتيف 4.999 اللي هي نيجاتيف 5. فعلى شمالها طلع ايكوال يمينها، الاتنين طلعوا بنيجاتيف 5، معنى كده ان اجابة الليميت بنيجاتيف 5، واللي هي طلعها هو بالفاكتورايزيشن وكده. فالطريقة دي هتنفع مع كل حاجة قدام هنشوف. حاجة زي دي عشان يحلها هيقعد يضرب فوق وتحت يعني يعمل common denominator وهكذا. طب ليه؟ احنا عايزين نجيب لل1، لو عوضنا بال1 هتبقى 1 minus 1 هنا 0، 1 over 0 ما ينفعش. طيب فعشان كده هنبص على يمينها وعلى شمالها، هنكتب مثلا 1.0001، هنعمل لها ستور في الاكس، تمام، وبعدين نكتب الفانكشن عادي 2 over 1 minus x squared plus 1 over x minus 1. اوكي، دوسنا equal طلع 0.49999 اللي هي 0.5. اوكي، نفس الكلام نجرب يعني احنا جربنا اللي بعد ال1 اللي على يمينها اللي هي 1 بوزيتيف، فهنجرب ال1 نيجاتيف اللي هي هتبقى ايه 0.99999 اللي هي قبل ال1 على طول. ستور في الاكس، نرجع للفانكشن بتاعتنا ندوس ايكوال، لقيناها 0.5، فاللي على يمينها ايكوال شمالها يبقى الاجابه 0.5. انتوا ممكن تحسوها بديهيه، طب ما احنا بنجرب عادي، بس هوريكم ازاي الطريقه دي قويه قدام فعلا في الحاجات المسائل اللي هي مسائل الامتحانات وبتحل اي حاجه. اوكي، حاجه زي دي نفس الكلام، لو عوضنا ب3 3 باور 2 9 تايمز 2 18 ماينس 3 9 يعني 9 ماينس 9 0. لما عوضت بال3 طلع لي 0 في الدينومينيتور ما ينفعش. بدل بقى ما اقعد اعمل فاكتورايزيشن وانا مش ناقصه، ليه اتعب نفسي وخلاص. اهو اللي على يمينها 3 بوينت معرفش ايه، ستور في الاكس، هكتب الفانكشن تبقى 2 x squared minus 5 x minus 3 وتحت 2 x squared minus 3 x minus 9. اوكي، اسمه equal 0.77777. ولو عوضنا على شمالها هي في حاجات يعني، بص في الاختيارات، في الاختيارات اصلا doesn't exist، ساعتها جرب. اما الاختيارات كلها ارقام فانت عارف ان هي كده exist، فجرب على يمينها بس، فاهم يعني؟ هي لو exist على يمينها هيساوي على شمالها، لو في الاختيارات doesn't exist ساعتها انت هتشيك يعني هنا الاختيار ده متاح، لو مش متاح اصلا جرب اللي على يمينها بس. فهنا طلعنا 0.7777. هتلاقي في الاختيارات فراكشن انت جربه، دي تقريبا مش فاكر 3 over 6، لا مش 3 over 6، هي هتلاقيها في الفراكشن، انا مش فاكر كانت اجابتها كام. هتلاقي فراكشن كده ولما تحله هيطلعك 0.777 هتبقى دي هي الاجابه. نفس الكلام هنا هنعوض على يمين ال2 وعلى شمال ال2 وهيطلع لنا حاجه، بدل شايفين الايكويشن قد ايه وعاملها فاكتوريشن لباور 4، لا انا هنعوض ب 2.001 وخلاص، لو ما فيش في الاختيارات doesn't exist ونحل الايكويشن. فبجد بتحل يعني حاجات بسهوله يعني. طيب نفس الكلام 1، لو عوضنا بال1 هنا هيبقى 0 في الدينومينيتور فما ينفعش، هنعوض على يمين ال1 وعلى شمال ال1. فعشان ما نضيعش وقتكم يعني جربوها. هنا بقى حاجه جديده بالنسبه لما يكون في سكوير روت، هو بقى لما يجوا يشرحوا بيقول لك سكوير روت دي حاله تانية، فانت محتاج تتعامل معاها بطريقه تانية تضرب في سكوير روت فوق وتحت او في الكونجكيت بتاعها معلش. بس ليه نعمل كده؟ مع الطريقه شغاله برضو عليها، تعالوا نتاكد. نيجاتيف 1 لو عوضت بيها على طول هتبقى نيجاتيف 1 بلس 5 يعني روت 4 يعني 2 ماينس 2 0 ما ينفعش، فهخلي نيجاتيف 1.0001 ده اللي على شمالها، هخزنه في الاكس واكتب الايكويشن x plus 1 over square root x plus 5 minus 2 عملت equal 0.9999 اللي هي 4. اوكي،
لو عوضت على شمال هيطلع 4 برضو. ف شايفين؟ طيب نفس الكلام هنا. هنا انت هتضرب في الكونجيجيت فوق وتحت. ولما شفت انا الحل بتاعه كان غيث حل، لا كل دي مسائل غيث عامه، عشان اوريكم يعني قد ايه مسائل غيث اللي بنخاف منها سهله، يعني بقت سهله ازاي. يعني كنت قاعد بسكيب المسائل حرفيا. احنا نضرب في كونجيجيت فوق وتحت مرتين، مره لده ومره لده. ليه؟ ما نعوض بالفور وخلاص، باليمين الفور وشمال الفور. حاجه جديده بقى الساين. هل الطريقه هتنفع عليها؟ هتنفع عليها عادي جدا. بس في حاجه، بس عشان كده جبت لكم مثال الساين. لازم تشتغل بالراد مش بالديجري. لان انت في الاكس انت بتحط مكانه رقم، مش بتحط ديجري. اوكي. عايز بقى انت تحول الرقم اللي عندك ده لديجري وكده، لا بس فاكس يعني. اعمل شيفت مود عشان تجيب شيفت سيت اب يعني، واختار هنا راد اللي هي 4. وما تنساش بالله عليك بعد ما تخلص متنساش تحولها ديجري، عشان لما تيجي تحل فيزيكس ولا اي حاجه تانية وتقعد تدي عليا في الاخر. يعني انت لو عملت هنا ساين 30 اللي احنا عارفين انها بهاف بالراد، يعني رقم غريب كده. فالمهم حولناها راد، وهنخزن الاكس بتاعتنا اللي هي باي اوفر 6. فين الباي اوفر 6؟ دوس ايكوال شيفت ستور في الاكس اتخزنت. هنحط نفس الكلام عادي، ساين اكس باور 3. هو هنا الساين حاططها في الباور 3 فبتبقى على الساين كلها. اوكي. ماينس 1 اوفر 8، وتحت ساين اكس ماينس هاف بس ايكوال ثانية. اوكي سوري انا حطيت الاكس ك باي اوفر 6 من غير ما اشوف يمينها وشمالها، معلش. نرجع تاني نغير الاكس تبقى فراكشن باي اوفر 6، ونزود عليها يمينها يعني 0.00001. بعد كده بشوف اللي على يمينها على طول. اعمل له شيفت ستور في الاكس. اوكي. نرجع للفانكشن بتاعتنا. لا مش دي، راحت فين؟ ماشي هكتبها بسرعة تاني وانتوا سكيبوا لو عايزين عادي. ايكوال طلعت 0.755 اللي هي 0.75 اللي هي 3 over 4 يعني. تمام. متنسوش تجيبوا اللي على يمينها وشمالها. خلصنا المسألة. شيفت مود ديجري متنسوش. هنا برضو مسألة مجعلصة كده وتقعد تعمل حوارات كتير. بس دي الانفينيتي. ماشي الانفينيتي ليها حاجة برضو نفس الطريقة برضو نحلها بالانفينيتي، بس مكان الانفينيتي هعوض ايه؟ هعوض رقم كبير عادي، يعني مليون مثلا كده. اوكي. ده هعتبرها الانفينيتي وحل عادي السؤال، يعني مش جديدة برضو. بس في حاجة. احنا لما كنا بنجرب عشان نتأكد هي defined ولا مش defined، اللي هو في الاختيارات مفيش حتة ان هي undefined، خلاص عوض ب10,000 مليون اي حاجة. لو في حتة ان هي undefined، عشان تعرف شوف 10,000 و10,001 يعني الرقم ده وزود عليه واحد. ان احنا كنا نشوف عشان نتأكد في الباقيين يمينها وشمالها. هنا الانفينيتي ملهاش يمين وشمال، انت هتحط الرقم كبير وزائد واحد. اوكي. نعمله هنا ايكوال وشيفت ستور كاكس. تمام. ونحط الفانكشن عادي. انا للاسف مفيش حته ان انا اوقف الريكوردنج. انا نقلت الكمبيوتر كله الاوضه اصلا عشان الصوت، السيت اب كله، ونسيت احمل او بي اس، فبسجل باوربوينت يعني اوصل بيها الحل واسجل باوربوينت. فمعلش استحملوا وانتوا بقوا سكيب من عندكم. اوكي. لما ندوس ايكوال 0.079 اللي هي هتلاقيها في الاختيارات، يعني هتلاقي فراكشن. جرب الفراكشنز هتلاقي رقم شبه ده طلع لك. اوكي. هنا بقى ظهر لنا كونستنت تاني اسمه سي. اوكي. انا عايز اجيب الفاليو بتاعت سي دي، بس هو هتلاقيه في الاختيارات جايب لك كذا اختيار، مثلا سي اوفر 3، سي اوفر 2،
سي اوفر 4. فهل هل الطريقه بتاعتنا خلاص مش هينفع تشتغل في دي عشان عندي 2؟ لا، انا برضو حاولت اطور فيها عشان تشتغل في اي حاجه. دي بسيطه برضو. لو هو اي مساله هو عايز اجابه الليميت هتتجاب عادي. ولو هو عايز بدلاله السي عوض عن السي باي رقم. فلنفترض ان السي ايكوال تو، انا افترضتها وهعوض بيها في الفانكشن واجربها هنا واشوف انه واحده فيهم اللي طلعت صح. يعني لو عوضت بس مكان السي ب2 بقت الفانكشن روت اكس من روت اكس بلس 2 ماينس روت اكس. خلاص بقى عندي انون واحد اللي هو الاكس، وهحطه في الكالكوليتر عندي. انا كده مخزن عندي الانفينيتي. مفيش فراكشن روت اكس روت اكس بلس 2 ماينس روت اكس. عملنا 0.99999 اللي هي 1. اوكي، فهي بتابروش ال1. طيب هعوض. يعني انا عارف ان السي ب2، فانا واحده من دول بتطلع لي 1 2. لما يعني انا عارف ان السي ب2، فلو عملت اول واحده 2 اوفر 3، تاني واحده 2 اوفر 4 اللي هي هاف، تالت واحده 2 اوفر 2 اللي هي 1، يبقى هو ده الاختيار. اوكي، فانا عوضت بسي كفاليو وحليت بناء عليها، وبعدين جربت الاختيارات انه واحده طلعت لي نفس القيمه، فسهل عادي. نفس الكلام هنا نيجاتيف انفينيتي، بس ساعتها هتعمل نيجاتيف 10000 وكده، بس بسيطه برضو. طيب هنا هنا نفس الكلام، سهله تعوض 10000. بس انا في حاجه بس يعني خليكم عارفينها، مش هتخسروا حاجه لما تعرفوها، ان انت انفينيتي يعني اي حاجه اوفر انفينيتي بزيرو. تمام، يعني مثلا هيكون رقم 1 اوفر رقم كبير قوي هتلاقوه 0.0000، هتلاقيه بقى ابروتش 0. فاي حاجه اوفر انفينيتي بزيرو، بس هنا تتحل بالطريقه بتاعتنا عادي جدا يعني. نفس الكلام. بس في تريكايه عايز اقولها لكم. احنا as x approaches infinity ممكن توصلها بطريقه تانية. يعني احنا اخدنا في الترم الاول الريليشنال فانكشن، واخدنا الهوريزونتال اسيمتوت، صح؟ طيب خلينا مثلا نرسم اي حاجه كده. ده هوريزونتال اسيمتوت. طيب في حته limit as x approaches infinity، يعني الاكس ماشي 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 ماشي، فبت ابروتش كام؟ نكمل. فان اكس بت ابروتش انفينيتي اللي انا عايز الفاليو بتاعتها، انا حرفيا بسأل على الهوريزونتال اسيمتوت، لان هو الجراف ماشي 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 وبيقرب من الخط اللي فوق ده. الخط اللي فوق ده اللي هو كان اسمه الهوريزونتال اسيمتوت لو انتم مش شايفين يعني. فهو انا عايز اجابته. اوكي، فانت ممكن تتعامل مع limit as x approaches infinity اكني بقول لك هات لي الهوريزونتال اسيمتوت. دي طريقه بحب اعملها لما الموضوع يبقى صعب يعني. فتعالوا نطبقها هنا. لو مش فاكرين، عشان اجيب الهوريزونتال اسيمتوت لاي فانكشن، لو هي كانت مثلا x over x bar 2، تمام، لو الديجري اللي فوق اللي هي 1 اقل من الديجري اللي تحت، يعني خلينا نقول n و m، n less than m، ساعتها الهوريزونتال اسيمتوت دايما بزيرو. فالليميت as x approaches infinity هيبقى بزيرو. فأي حاجة لما الليميت as x approaches infinity لما اللي فوق أصغر من اللي تحت ساعتها بيبقى بزيرو. طيب لو n equal m، حاجة زي x بار 2 على x بار 2، بس خلينا نحط رقم مثلا 2x بار 2 على 3x بار 2، ساعتها كنت باخد الكوفيشنت ده على الكوفيشنت ده، فالإجابة هتطلع 2 over 3 بس، عادي جدا. لو أكبر ديجري هنا أكبر ديجري هنا فباخد 2 over 3. طيب أو خليها a over b يعني. طيب لو n bigger than m، حاجة زي x بار 3 على x بار 2، ساعتها ده ما كانش بيبقى ليه horizontal asymptote، عشان كده الليميت بتاعه as x approaches infinity هيبقى infinity هو كمان. ففي أي حالة لما يكون الديجري اللي فوق أكبر من اللي تحت الليميت بانفينيتي. اوكي، طيب تعالوا نستخدم الطريقة دي هنا. الليميت as x approaches infinity يعني الهوريزونتال asymptote، لأن هنا في رمز، فلو عوضت هتبقى أرخم شوية، بس عادي انت ممكن تحط مكان الاكس وتعملها شيفت سولف، يعني الطريقة بتاعتنا بتشتغل عادي. بس لو عملناها هنا، لو نلاحظ الديجري أكبر ديجري هنا اللي هي باور 1 equal أكبر ديجري هنا، معنى كده n equal m،
فالهوريزونتال اسيمتوت او الليميت هيساوي الكوفيشنت على الكوفيشنت، يعني هو اللي هي 4، يعني a over 2 equal 4. هنعمل كروس مالتيبليكيشن يبقى a equal 8. بس يعني جبتها بطريقة سهلة يعني. اوكي. ماشي. لو هنا تقدر تحل عادي جدا بالطريقة بتاعتنا، يعني تعمل كروس مالتيبليكيشن وتخلي ال a لوحدها في طرف ايكوال كذا وتحطها في الكالكوليتر هتحلها لك يعني، او شيفت سولف لو انت عندك يعني. ماشي. لو ال a اكبر من b زي ما قلنا الليميت بتاعها هيبقى انفينيتي. ماشي. دي حاجة كمان، هنا لقينا اكتر من رمز، فانا مش عايزكم لما تشوفوا اكتر من رمز تخضوا بقى وكده، لا عادي. جربوا كده تعوضوا مكان الانفينيتي 1 over infinity. قلنا 1 over infinity بكام؟ بزيرو. اي حاجة باور زيرو ب1، معنى كده ان الحتة دي اقدر اشيلها واحط مكانها 1. اوكي. فبقى لي عندي رمز واحد اللي هو الاكس، وهجرب ونحلها بالطريقة بتاعتنا عادي جدا. هنا برضو مسألة حلوة. بيقول لك limit as x approaches infinity طلع infinity. تستنتج ايه من حتة انه طالع infinity ده والهوريزونتال اسيمتوت؟ لو فاكرين امتى بيطلع infinity؟ لما الديجري اللي فوق تبقى اكبر من الديجري اللي تحت، غير كده المفروض يطلع رقم او زيرو، صح؟ معنى كده ان الديجري اللي فوق اكبر من اللي تحت. طب ازاي؟ ده في هنا باور 4 وهنا باور 3، معنى كده ان الاتنين دول لازم يتكنسلوا عشان يتبقى لي الحاجات دي اوفر اكس باور 2 بس، فاللي فوق تبقى اكبر من اللي تحت، فانا لازم اكنسل الاتنين دول. فالكوفيشنت اللي جنب الاكس باور 4 ده لازم يبقى بزيرو، الكوفيشنت اللي جنب الاكس باور 3 ده لازم يبقى بزيرو. ف a plus 1 equal 0 و 7 minus b equal 0. تاني انا عايز اللي فوق يبقى اكبر من اللي تحت، فلازم ده يتكنسل وده يتكنسل عشان يبقى لي اكبر واحد فيهم باور 2، فاللي فوق يبقى اكبر من اللي تحت. ف a plus 1 equal 0 يعني a equal negative 1 و b equal 7. بس بسيطة يعني. ماشي. نفس الكلام هنا n plus 1 over n. اوكي ماشي. هنا مفيش الهوريزونتال اسيمتوت عادي فممكن نحلها بطريقتنا. وفي في بتاع ده في 1 over n في 2 unknowns بس عادي بسيطة. ماشي. انا لو حد في الامتحان يعني ما جربش ما عملش الطريقة دي هيقول انفينيتي ف 1 over infinity بزيرو. خلي بالكم ان هي لو اكتورش انفينيتي 1 over infinity بزيرو، يعني بقت a باور 4 a باور 4 minus a باور 4 يعني زيرو، ولان انفينيتي يعني زيرو في انفينيتي. زيرو في انفينيتي دي اصلا حاجة unknown اصلا undefined، فهيتزنق وهيلاقي ويجرب حاجات عشان يخليها في فورم ورول اسمها لو اوبيتال وحاجات احنا يعني مش لازم نتعب نفسنا بيها يعني. طيب هنعمل ايه؟ يعني حاولوا تفكروا كده ممكن نعمل ايه. احنا ممكن ببساطة عادي نعوض عن ال n برقم برضو زي ما قلنا، لما تزنق ممكن تعوض برقم عادي. هي اصلا الاختيارات في دي يعني هديه اختيارات هي عاملة كده. ثانية مثلا 3 في شكس 3 n باور 3 4 n باور 3 2 n باور 2، فهو عايزها بدلالة ال n، فطالما هي بدلالة ال n عوض عن n برقم وجرب في الاختيارات عادي. فلو عوضنا عن ال n ب2 مثلا اوكي فبقت 2 في a معلش انا اسف يعني ال a هي اللي احنا مش عارفينها فالاختيارات في a ال a هي القانون بتاعنا، اما ال n بتبروج انفينيتي فعوض عن ال a ب2 بقت n اللي هي انفينيتي الرقم الكبير بتاعنا. احنا عاملينه ستور في الاكس ماشي. يبقى ماشي n اللي هي الانفينيتي بتاعتنا اللي هي x تايمز a اللي هي ب2 بلس 1 over x اللي هي n يعني اول باور 4. احنا عوضت مكان ال a ب2 عادي ماينس a باور 4 اللي هي 2 باور 4 طلع لي 32. اوكي هنجرب في الاختيارات مكان ال 2. تمام. هنا لو قلنا 3 تايمز 2 باور 3 3 تايمز 2 باور 3 طلع لنا 24. لا هنا على ذكر كانت 3 تايمز 2 باور 4. لا ثانية 4 تايمز 2 باور 3
ماشي. هي كان في الاختيارات 4 a سكويرد، فلما اعوض هنلاقي ان دي طلعت لنا نفس الفاليو. لما عوضت عن الاي ب2 اللي انا اصلا كنت مفترضها، طلعت لي 32 اللي هي نفسها اللي انا طلعتها في الايكويشن، فهو ده الاختيار الصح. احنا عوضنا عادي مكان الايه وشوفنا يعني لو حد مش فاهم. نفس الكلام هنا حوالي الهوريزونتال اسيمتوت، طلع لي برقم. معنى ايه؟ كده معنى انه طلع لي برقم. احنا كان عندنا 3 حالات، يا زيرو يا انفينيتي يا رقم. معنى كده ان الان ايكوال الام، صح؟ يعني الديجري اللي فوق ايكوال الديجري اللي تحت عشان يطلع لي برقم صحيح. يعني الديجري، اعلى ديجري فوق ايكوال اعلى ديجري تحت. ايه اعلى ديجري تحت؟ 2. ايه اعلى ديجري فوق؟ انا معرفهاش، انا عايز اجيبها. معنى كده ان الان لازم تبقى ايكوال 2. فاهمين الحته دي؟ طيب الان ايكوال 2. طيب عشان اجيب الاسيمتوت لما يكون اللي فوق ايكوال اللي تحت، بعمل ايه؟ الكوفيشنت بتاع الاكبر واحد على الكوفيشنت اكبر واحد، يعني 4a over 8 ده بيساوي 3. يعني 4a over 8 equal 3. هتحل عادي 4a equal 24 يعني a equal 6. ماشي. هنا نفس الكلام. ثانية افتكر. ماشي، بسيطة برضه. في حاجة كمان برضه اعرفوها. لما يكون عندي مثلا رقم كبير انفينيتي اللي احنا طورنا 10000 مثلا، وجيت زودت عليه 3، بيتأثر قد ايه؟ بيبقى 10003. يعني اكنه حرفيا ما تأثرش بولا حاجة. فلو رقم اكبر 10000 وزودنا عليه 3 برضه، هيبقى يعني 10 باور 15 برضه زي ما هو، حتى الكالكوليتر ما زودليش ال3. اللي عايز اوصل له ان لما يكون عندك رقم كبير قوي زي الانفينيتي وتزود عليه رقم صغير، فانا اقدر اكنسل بلس 3 دي مش بتأثر عليه اصلا عشان هو كبير. فالانفينيتي باور 3 كمان كبرتها اكتر بكتير، هتطلع بانفينيتي برضه، بس الحتة دي رقم كبير بلس رقم لا يقارن فاقدر اكنسله. نفس الكلام تحت انفينيتي باور 2، فاقدر اكنسل الحتة دي، عشان يعني الحتة دي مهمة. لان مثلا لو عندي 4x باور 2 بلس 2x وعايز الاكس بتابروتش انفينيتي، فالرقم ده باور 2 مقارنة بده اصلا ما يأثرش عليه، فانا بكنسل الحتة دي وباخد اكبر حتة بس اللي بتبقى هي دي بتبقى equal، يعني approximately equal علشان الاكس بتابروتش انفينيتي. فهنعمل الكلام ده هنا، نكنسل الحتة دي ونكنسل الحتة دي، فهيتبقى لي كوبيك روت ثانية لي كيوبيك روت هي اكس باور 3 اوفر سكوير روت 4 اكس سكويرد. الكلام ده بيساوي نيجاتيف 1. خلاص المسألة هتحل عادي. سكوير روت ال 4 اكس سكويرد يعني 2 اكس، وكيوبيك روت فهناخد الكيوبيك روت للايه لوحدها، وكيوبيك روت اكس باور 3 يعني اكس، وهنا سكوير روت 4 اكس سكويرد يعني 2 اكس يساوي نيجاتيف 1. كروس مالتيبليكيشن، او مش كروس مالتيبليكيشن، الاول كنسل الاكس مع الاكس، فهيتبقى لك كيوبيك روت ال a اوفر 2 equal نيجاتيف 1. ودي دي الناحية التانية بكروس مالتيبليكيشن، فكيوبيك روت a equal نيجاتيف 2، يبقى a equal الكلام ده باور 3، تاخد باور 3 للطرفين، نيجاتيف 2 باور 3 يعني نيجاتيف 8. بسيطة. ماشي. هنا شبهها برضو. انفينيتي رقم كبير جدا، فتقدر تكنسل الحتة دي، يعني انت هتلاقي 3 انون فتتخض، لا بالراحة. الحتة دي هتبقى رقم كبير جدا بلس رقم لا يقارن بيه، فاقدر اكنسل اللي تحت الروت ده كله ما عدا ax باور 3، فيبقى لي ax باور 2 بس. minus 2x equal 3، واكمل بطريقتنا عادي نجيب ال a، هجيب ال a تطلع ب 4. المرة دي بقى مش هكنسلها، هخليها زي ما هي، احط 4x باور 2 وبقى عندي unknown واحد اسمه b، احلها بنفس الطريقة بتاعتنا شيفت سولف، او تخلي ال b في سايد لوحده وتجيبها عادي. في هنا شوية قوانين، احنا كل ما كنت بألف في غيث الاقي قوانين واجي احل، هو قاعد بيحل بالقوانين وانا بحل من غير اصلا ما استخدم القوانين دي، فالموضوع فعلا كويس. وده شوية قوانين بس برضو اعرفوها، يعني مهم بالذات حتة ان الليمت as x approaches 0 لساين x over x equal 1، دي رول مش مهم تعرفوا البروف بتاعها. نفس الكلام مع التان برضو as x approaches 0 لتان x over x. والحتة دي برضو ان الساين x over x لما تكون approach 0 المفروض ب1 عادي،
بس لاحظ ان هو حط ديجري بدل راديانت، عشان كده كنت بقول لكم في الكالكوليتر على طول استخدموا الراد. فهو عشان لو تفتكروا عشان نحول ما بين من الديجري للراد كنا بنضرب في باي اوفر 180، فالحته دي طلعت باي اوفر 180. هنا نفس الكلام برضو. لاحظوا بس الاكس بتابروتش كام، فالاكس بتابروتش ايه، الرول بتاعتنا كانت اكس ابروتش 0، فودي الايه الناحيه التانية بالماينس، فبقت اكس ماينس ايه ابروتش 0. تمام الليميت ده، فساين اكس ماينس ايه اوفر اكس طلعت ب1 عادي. فانا تكونوا فاهمين يعني هو هنوديها الناحيه التانية عشان تكون بتابروتش 0، بقت اكس ماينس ايه بتابروتش 0، وعندي هي الاكس ماينس ايه جوه الساين وتحت، فهي الرول دي بس بدل اكس بقت اكس ماينس ايه، فهتبقى ب1 عادي. والتاني نفس الكلام. هوريكم ازاي نقدر نحل من غيرها اصلا بس اعرفوها يعني. هو في حاجة اوكي لا ماشي. حاجة كمان ان هو نفس الكلام بالرول برضو هتعرفوها. لما يكون حاجة تان ax، يعني خلينا نكتبها عامة sin ax over bx مثلا، لما الليميت بتاعها as x approaches 0، فهو بيقسم فوق وتحت على x، فيدي كنسلها ب1 ويتبقى عنده ايه، هيقسم على ax معلش هيتبقى عنده ax، وهيقسم فوق وتحت على الساين علشان يشيل الحتة دي برضو. المهم يعني هيتبقى على ax على bx، فالاكس هتنقسم على x هيبقى عنده ايه بقى a over b. من الاخر لما يكون عندك الحتة دي ساين دي خد a over b الحتة دي عشان تعرف الرول بتاع ساين x over x، ساين x over x دول هيتكنسلوا مع بعض هيبقوا 1، هيبقى عندك a over b. اوكي. بروف ان انت تعمل تقسم على ax فوق وتحت هيتبقى عندك ax over bx. نفس الكلام برضو لو ساين اوفر ساين، يعني لو ساين ax over ساين bx نفس الكلام هتقسم فوق وتحت فهتبقى عندك a over b. نفس الكلام مع التان برضو، التان شبه الساين. فهنا من الاخر تان باي اوفر باي اكس هناخد الباي اوفر 6 بس بسهولة يعني عادي. انت ممكن تحلها بطريقتنا بتاعة التعويض بس دي اسهل يعني، بس تحلها برضو بطريقة التعويض عادي. هنا نفس الكلام. دي بقى لما رموز بترخم شوية، ف زي ما قلتلكوا هنا الحتة دي يعني a over b، ف a over b equal 1 over 3. خلينا نكتبها a over b equal 1 over 3، وهنا b over c نفس الكلام برضو equal 4 over 3. b over c equal sorry b over c equal 4 over 3. هو عايز a over c عادي يعني، خد البي بدالة الايه، يعني هنا b equal هتلاقيها 3a، فعوض مكان البي هنا ب3a فبقت 3a over c equal 4 over 3. انا عايز a over 3 هودي ال 3 الناحية التانية بالديفايد فبقت 4 over 9 اللي هي c. فسهل يعني. ده برضه سؤال امتحان يعني باين عليه. هو بقى حله بيقعد انت بقى في الامتحان في ناس تقعد تعمل بروف وتضرب في كونجيجيت وتحول كوزين تو اكس دي تعملها ساين سكويرد عشان تعمل رول. لا عادي اهو ادي الكالكوليتر بتاعي يا حبيبي 0.01 شيفت ستور في الاكس. هنا في doesn't exist فخلي بالك من الحته دي، في الاختيارات doesn't exist هجرب اللي على يمينها وعلى شمالها، مفيش في الاختيارات doesn't exist هجرب اي واحده فيهم بس. فلو عوضنا سكوير روت 1 ماينس نسينا حاجه مهمه، حد واخد باله؟ اتمنى يكون حد واخد باله. الراد اوكي 1 ماينس كوزين 2 اكس على روت 2 اكس طلعت لي ب1. كويس. نجرب على شمالها. نمسح ونعمل نكتب اللي على شمالها هتبقى نيجاتيف 0.0001. خليها تنزلها بس شيفت ستور في الاكس نرجع للكويشن بتاعتنا ايكوال طلعت نيجاتيف 1. اللي على اليمين طلع مش ايكوال على الشمال، فالاجابه هتبقى doesn't exist. ما تتسرعش وانت عملت اليمين طلعت 1 فتختارها على طول، لا جرب طالما في الاختيار doesn't exist جرب يمينها وشمالها فالاجابه هتبقى doesn't exist. طيب دي نوع من المسائل حلينا عليه كتير قوي طريقه التعويض، وانا حاولت انقلكوا اصعب الاسئله من غيث يعني. تخيل دي اصعب الاسئله، باقي الاسئله وهوريكوا اسئله امتحانات الدنيا هتبقى بسيطه.
في انواع تانية بقى اللي بيبقى فيها رموز، هقول لكم عليها. هو تقريبا يعني في 5 انواع للمسائل. النوع ده بتاع التعويض، وحتى لو مش تعويض واحنا جربنا نعوض، يعني نعوض حتى لو في رمز، المهم يعني هو الجزئية دي. في نوع تاني بقى اللي هو لازم تشوف له طريقة تانية، اللي هو تايب 2. لا ده تايب 2. لما يقولك ليميت لحاجة وفيها unknown a زيادة عن الاكس، بيقولك انها exists، يعني ما جابلكش رقمها، ما جابلكش ان ليها رقم، بس قالك انها exist. طيب انا استنتج من ايه؟ استنتج ايه من حتة انها exist دي؟ انا لو عوضت بال2 على طول هتبقى 2 2، يعني تحت في 0 في الدينومينيتور، فما ينفعش. فايه الحل علشان الفانكشن دي الايكويشن دي exists؟ ان يبقى في فوق x minus 2 تكنسلها، صح؟ فلما يكون في فوق x minus 2 تكنسلها هيتكنسلوا مع بعض، فتحت مش هيبقى في 0 في الدينومينيتور، فتبقى exists اصلا، صح؟ اوكي، معنى كده ان x minus 2 دي موجودة فوق، يعني انا لو عملت فاكتورايزيشن فوق للنيوميريتور هيبقى عندي x minus 2 منهم، يعني 2 دي من الزيروز بتاعة الفانكشن. يعني ايه؟ يعني انا لو عوضت 2 مكان اللي فوق ده هيطلع لي بزيرو. ليه؟ لان احنا عندنا حاجة كده، انا لو عندي الليميت ممكن يطلع لي 3 حالات، يطلع لي نمبر فده تمام، يا يطلع لي 0 اوفر نمبر، سوري، يطلع لي نمبر اوفر 0 فده doesn't exist، يطلع لي 0 اوفر 0 وده exist. بس هو ده اللي مغلبنا بقى، ان انا بعمل له فاكتورايزيشن. فمعنى ان انا عندي في الدينومينيتور 0 وهي exist، فلازم يبقى فوق في 0 كمان، فالحوار ده equal 0، x باور 2 minus 4a equal 0 لما اعوض مكانها ب 2. تمام، يبقى 2 باور 2 يعني 4 minus 4a equal 0، ودي الناحية التانية يبقى a equal 1. فهمتوا؟ فلما يكون عندك الحتة دي وقالك exist وما ادكش value ليها، استنتج ان طالما في تحت 0 يبقى في فوق 0. النوع التالت هو بيديك رقم وانت هتعملها بطريقة تانية، نفس اللي احنا قلناه برضو. انا لو عوضت بالنيجاتيف 1 هيطلع لي نيجاتيف 1 بلس 1، يعني في تحت في الدينومينيتور 0، يبقى فوق لازم يبقى في 0، صح؟ يعني نيجاتيف 1 دي لو عوضت بيها هيطلع لي 0. بس لو عوضنا بيها مش هتجيب لنا اجابة صحيحة. طالما هو مدينا رقم خلينا نستفاد بالرقم ده. فانا طالما فوق، يعني طالما في تحت اكس بلس 1 وطلعت بزيرو، ففوق لازم يبقى في اكس بلس 1 تتكنسل معاها، صح؟ لازم يبقى في كده عشان دول دي تتكنسل مع دي. طيب الباقي ايه؟ دي كوادراتيك فانكشن، فاكس بلس ام دي انا مش عارفها. المهم يعني ان انا عندي الفانكشن دي هي دي لما اعملها فاكتورايزيشن اكس بلس 1 في اكس بلس ام اوفر اكس بلس 1 عشان دي تتكنسل مع دي وتبقى لي اكس بلس ام. الكلام ده ايكوال 3 ايكوال 4 سوري. فانا ناقص فاضل ان انا اجيب الفاليو بتاعت الام دي. اكس بلس 1 هتتكنسل مع اكس بلس 1 فاكس بلس ام ايكوال 4. ده لما الليميت يكون بنيجاتيف 1، فنيجاتيف 1 بلس ام ايكوال 4 يبقى ام ايكوال 5. فانا كده عرفت ان الحته دي ب5، فاكس بلس 1 في اكس بلس 5 اوفر اكس بلس 1 هيبقى لي الحته دي. يعني استفدت منها في ايه؟ يعني شايفين تساوي النيوميريتور اللي هنا بالنيوميريتور ده، فنكتبها اكس باور 2 ماينس a ماينس 1 اكس ماينس a هيساوي اكس بلس 1 في اكس بلس 5، صح؟ ده اللي احنا استنتجناه. فكك دي بقى تبقى اكس باور 2 بلس اكس بلس 5 اكس يعني 6 اكس بلس 1 5 يعني 5. الكلام ده بيساوي نفس الفانكشن، هنزلها زي ما هي. طيب دي الحتة اللي على الشمال ايكوال اللي على اليمين، معنى كده ان النيجاتيف a دي ايكوال 5، صح؟ اي ما هي نفس الفانكشن، يبقى نيجاتيف ايكوال 5 يبقى a ايكوال نيجاتيف 5. طب انا مش متأكد، ما انا ممكن يبقى عندي هنا غلطة اهي، يعني ما هي الحتة دي برضو الكوفيشنت بتاع الاكس لازم يبقى ايكوال الكوفيشنت بتاع الاكس. طيب a ماينس 1 ايكوال 6، لا سوري في نيجاتيف a ماينس 1
نيجاتيف a minus 1 equal 6 يبقى a minus 1 equal negative 6. اوديها ال 1 velocity يعني a equal negative 5. فانا خلاص اتاكدت ان a equal negative 5. بالطريقه دي انا عملت فاكتورايزيشن وجبت الفاكتور اللي ناقص وسويت النوميريتور بالنوميريتور وطلعت فدي الطريقه الثالثه لما يكون عندي رموز وهو مديني رقم. لو جربناها هنا برضو 2 unknowns نفس الطريقه عادي. انا عندي 1 لو عوضت بيها هتبقى تحت 0. معنى كده ان فوق لو معنى كده ان فوق في x minus 1 برضو تتكنسل معاها، فهعملها فاكتورايز x minus 1 في x بلس حاجه، والحاجه دي هجيبها بنفس الطريقه بتاعتنا، ونفرد النوميريتور ده نسويه باللي طلع لنا، ونخلي البي ايكوال على الكورسبوندنج ليه والاي ايكوال الكورسبوندنج ليه، وهنجيب ايه وبي بسهوله عادي. النوع الرابع من المسائل وهو اللي يبقى فيه سكوير روت. تمام. الحته السكوير روت هي مش بتيجي كتير، يعني انا مش عايز اقلقكم، مش بتيجي كتير، بس خليكم عارفين لما يكون عندك سكوير روت في اي ليميت اضربه في الكونجيجيت بتاعه. يعني انا عايز اخلص من السكوير روت ده، هضرب في الكونجيجيت بتاعه. يعني ايه الكونجيجيت؟ لو انت مش فاهم روت على فكره دي تتحل بالطريقه بتاعتنا عادي. لو عوضنا مكان الاكس بزيرو فالزيرو هطير مع الام هيبقى لي روت كي. تمام. وهجيب منها قيمه الكي عادي جدا وهتطلع ب9. بس انا هقول لكم الطريقه لان اكس ممكن ما تبقاش بزيرو، ممكن تبقى برقم تاني، فيبقى لك 2 unknowns برضو. ماشي. فروت ام كي ام اكس ام اكس بلس كي ماينس 3 على اكس. عايز اخلص من روت اعمل ايه؟ اضرب في الكونجيجيت اللي هو نفس الرقم ده بس بدل النيجاتيف دي بلس. تمام. فهضرب فوق وتحت. لما اضرب فوق وتحت انا ده مش بأثر في حاجه عادي. فام اكس بلس كي بلس 3 اوفر نفس الكلام تحت. طيب تحت مش هسيبها زي ما هي، مش هضربها جوه، فهتبقى زي ما هي سكوير روت ام اكس بلس كي تحت الروت بلس 3 زي ما هي، ما فككتهاش. فوق بقى هي اللي هفككها. الرقم ده يعني حاجه تايمز حاجه، الرقم ده تايمز الرقم ده يعني سكويرد. يعني لو تفتكروا لما كنا نضرب حاجه نيجاتيف بلس حاجه بوزيتيف، فهتبقى هنضرب الاول في الاول، فهتبقى الروت هيطير، فهتبقى ام اكس بلس كي نيجاتيف 3 في 3 يعني نيجاتيف 9. صح. انا لسه عندي اشكاليه ان الليميت as x approaches 0 الحاجه دي ان انا عندي في الدينومينيتور x، وحتى لو ضربته جوه هيطلع برضو الاكس بزيرو، فهتأثر في كله، هتخلي الدينومينيتور كله بزيرو. فانا لسه عندي الاشكاليه دي. فامتى امتى يبقى الليميت دي ليه اكزيست؟ هو مديني ان هي ايكوال تو، فهي اكزيست. فانا امتى بالنسبه لي اعتبرها اكزيست او ليها فاليو؟ لما يكون في حاجه فوق تكنسل الاكس دي، فلازم الاكس اللي فوق دي تتكنسل مع الاكس اللي تحت دي. تمام. طيب عشان تتكنسل مع الاكس دي لازم تبقى ام اكس لوحدها. معنى كده ان الحته دي كده ايكوال 0. تاني لو حد مش فاهم، انا عندي الليميت as x approaches 0 برضو عندي تحت في الدينومينيتور 0، فمش هينفع، بس هو قايل لي انها هتنفع، فلازم يكون في حاجه من فوق تكنسل الاكس اللي تحت. فعشان الاكس دي تكنسل الاكس دي لازم ما يكونش فيه بلسات بعدها عشان تكنسل عادي. فالحته دي انا هشيلها خالص، يعني هعتبرها بزيرو. فكي ماينس 9 ايكوال 0، فكي ايكوال 9. تمام. هيتبقى لك، شيل الحته دي كده، هيتبقى لك ام اكس وحط واشيل الكي وحط مكانها 9. فكده انا سهلت المساله شويه، بقى عندي قانون واحد زياده، فام الاكس هتطير مع الاكس ساعتها وخلاص. الاشكاليه بتاعت الدينومينيتور راحت، فات ام اوفر روت ام اكس بلس 9 بلس 3 ده هيساوي 2. تمام. الاكس هعوض مكانها بزيرو عادي. الليميت فكرة ان احنا بنسأل عن الليميت as x approaches 0، فهعوض عن الاكس بزيرو. 0 تايمز ام الحتة دي هتطير، يعني روت 9 روت 9 ب 3 بلس 3 يعني 6، يعني m over 6 equal 2، يعني m equal 12. بس انا بالطريقة دي جبت
الام، وهو مش بتتكرر كتير الاسئله دي، بس ده نوع موجود يعني. النوع الخامس والاخير برضو مش بيتكرر كتير، وهو سهل يعني، هو مش حاجه، مش حاجه معقده يعني، عادي. الفانكشن، هو بيسأل هنا لما يكون في فانكشن، لما يكون عندك في اي فانكشن في الليميت، فانت لازم تجيب الفانكشن الاول. فانت بتعمل ايه يعني؟ خدها رول كده، لما يكون عندك فانكشن جوه ليميت، هات الفانكشن عشان تستفاد بيها بعدين. هتعمل ايه؟ كنسل حته الليميت دي وحلها الجبريكلي عادي. يعني ايه؟ يعني هكتب الحاجه زي ما هي، f x minus 5 f x minus 5 over x minus 2، الكلام ده بيساوي 1 بس، وحل عادي جدا. هجيب f of x بعيدا عن الليميت، مش هعوض بالاكس، انا هجيب f of x cross multiplication، يبقى f of x minus 5 equal x minus 2، ودي ال 5 الناحية التانية، فبقت f of x equal x plus 3. بس انا كده جبت الحتة دي، انا ده اللي انا كنت عايزه من الحتة اللي هو ادالي. مش فارقة معايا بقى x دي بقت approach 2 3 5، حتى تلاقي في مسائل approaches m اصلا، لانها مش فارقة معاك. فهو عايز هنا الليميت as x approaches 2 لل f of x. انا معايا ال f of x اهو، عايز الليميت بتاعها as x approaches 2، هعوض مكان ال x ب 2 plus 2 plus 3 يعني 5 بس، يعني الإجابة 5 عادي جدا. برضو طريقة نفس التايب، مديك فانكشن، هعمل ايه زي ما قلنا؟ n of x minus 8 over x minus 2 equals 7، هاخدها على جنب كده، ماليش دعوة بال x approaches كام. هجيب الفاليو بتاعت n of x، هعمل cross multiplication يعني 7x minus 14، وهودي plus 8 الناحية التانية، negative 14 plus 8 يعني plus 6، بقت 7x plus 6 تمام. وهعوض بيها هنا، هعوض بال n of x اللي طلعت لي، هعوض بيها هنا، هيتبقى لي المسألة كلها اكسات، واعمل الطريقة بتاعتنا عادي. خلينا نجربها عشان لو حد مش فاهم يعني، خلينا نحلها. هاخد الحتة دي بس، والحتة دي عشان نجيب n of x، ف n of x minus 8 over x minus 2 equal 7. اعمل cross multiplication، ف n of x minus 8 equal 7x minus 14، ودي ال n الناحية التانية، ف n of x equal 7x negative يعني تبقى plus 6 يعني. فانا جبت n of x، عوض بيها. هو عايز لما الاكس بتابروتش 2، خلي بالك كان في تحت هنا 0 يعني هتبقى 0 يعني، فعوض بال n of x عادي. انا كده المسألة عندي هتقدر تحل عادي. فالليميت as x approaches 2 ل n of x squared minus n of x، الماينس دي هتتوزع على ال n of x كلها، minus 7x minus 6 over، انا كل اللي عملته ان انا حوضت ب n of x عادي over x minus 2. الكلام ده بيساوي احنا عايزين نجيبه، معلش بسيط عادي، عايزين نجيب ال 2، عايزين as x approaches 2. لو عوضت بال 2 مش هينفع، رجعنا للنوع الاول، هعوض عن اللي بعد ال 2 على طول، 2.001 نعملها shift store كconstant x، وحط المسألة زي ما هي، 2x squared minus 7x minus 6 over x minus 2، يطلع نيجاتيف. ثانية، هو فيها غلط، um, 2x squared minus 2x squared minus n of x over x minus 2، 2x squared minus 7x minus 6. غريبة، هو ازاي طلع فاليو كده مش عارف، لها علاقة بالديجري. طب خلينا نعوض مكان الاكس ب 1.9، تاني 2x squared minus 7x minus 6 over x minus 2. فيها غلط، انا مش عارف، اكيد دي مش فاليو، هجربها على الكالكوليتر بتاعتي طيب، لانها مستحيل تطلع رقم كبير كده اصلا. انا بعوض ب 2.001 equal shift store في الاكس
2x squared minus 7x minus 6 over x minus 2. ماشي. ماشي، انا خدت بالي من الغلطة، معلش. ان انا هنا عملت نيجاتيف 14 بلس 8، المفروض نيجاتيف 6 مش بوزيتيف 6. فلما هنا النيجاتيف تخش عليها هتبقى بوزيتيف 6. لما عوضناها في الكالكوليتر عادي طلعت ب 1 عادي. فانا اشوف الاختيارات اختار ال 1. فمعلش الحتة دي اتلخبط فيها. هنا سؤال عادي، مش عن النوع الخامس، بس السؤال عادي. لو عوضت مكان ال A، عوضت عن ال X بال A هيطلع لك 0 over 0. انا جربتها طلعت 0 over 0، فمش هينفع. فهنعمل ايه عشان نتخلص من الروت؟ لو تفتكروا هنضرب في كونجيجيت بالظبط. فهنضرب في كونجيجيت فوق وتحت، فالروت هيطير مع الروت والمسألة هتتحل عادي جدا. بس هسيبها لكم تجربوها، يعني هي سهلة، بس الفكرة انت هتضرب في الكونجيجيت بس، هي دي الفكرة فيها. في هنا ثيري هو قالها. والله حوار التجربة ده ممتع. يعني قاعد بألف في غيس بيجيب لك معرفش بيتر رول وساندويتش سيرم ولا معرفش ايه، في حاجة اسمها كده بجد. وانا بحل عادي بالطريقة دي، فليه نوجع دماغنا يعني على حاجة ملهاش لازمة. فهو هنا في رول هو قالها، هقولها لكم عامة عشان تعرفوها. ان الليميت as x approaches a ل x power n minus a power n على x minus a ده بيساوي n a power سنة. ثانية اتأكد. هي كده ماشي تمام. دي رول، يعني انت اصلا فهو بقى في مسائل هنا بيحاول يحولها للطريقة دي، تمام. فيعمل 10 باور 24 دي 2 باور حاجة، و 32 دي 2 باور 5، ويحاول يحل. في رول بقى شبهها برضو بس general رول as x approaches a ل x باور n minus a باور n على x باور m، لو لتحت ليها باور برضو، هتساوي n over m ولا m over m. ثانية اتأكد، انا حتى نسيتها. n over m a باور n minus m. فدي general rule هو هيحل بيها، هيخليها دي 2 باور 10 واللي تحت دي 2 باور 5، فهيبقى عنده 10 over 5. يعني هنلاقي الرول ظبطت معاه، فيحلها عادي 10 over 5 تايمز 2 باور n minus m اللي هي 2 باور 5، يعني 2 times 10 2 times 2 باور 5 اوكي، اللي هي 64 يعني. بس احنا نقدر نحلها عادي بطريقتنا دي، على حاجة نعوض بال2 على يمينها وعلى شمالها، هنلاقيها اتحلت معانا عادي. مسألة تانية برضو، لما ال h بتابروتش 0، لو عوضنا عن ال h ب0 هتبقى في 0 في الدينومينيتور، فما ينفعش. فعشان كده بوريكم برضو دي بالطريقة الأولى بتاعتنا عادي التجربة، ازاي هتسهل علينا كتير. هو قعد يحولها للطريقة للرول اللي احنا لسه قايلينها، بس ببساطة طالما عايز إجابة الليميت، أنا قلت لكم طالما إجابة الليميت تتحل عادي. أعوض، هو في الاختيارات عايزها بدلالة الإكس، أعوض عن الإكس بأي رقم، خلينا نعتبر الإكس ب2، تمام. فهحط في كالكوليتور الكلام ده، الإكس هعتبرها ب2 أوكي، والاتش دي هي اللي أنا هعوض بيها في السؤال، اللي هي كانت ب0، فهحط الرقم اللي بعدها على طول. أتمنى ما تكونش سرحتوا مني يعني. هو عايز الإجابة، هو هنا عكس يعني. خلينا عشان ما نتلخبطش نكتبها تاني ونخليها اكس عادي اللي احنا عارفينها as x approaches 0، وهبدل ما بين الاكس والاتش بس. ماشي، يبقى h plus x دي بلس minus x squared اللي هي h squared في حالتنا، هو دي squared ولا باور 7 معلش، over x هي بس انا بدلت الاكس والاتش عشان ما نتلخبطش. طيب الاكس بتابروتش 0 ما ينفعش اعوض بيها تحت،
هو عايز الاختيارات بدلالة ال h 6h باور 7 مثلا 6h معرفش ايه، فهعوض عن ال h بأي رقم، فانا اعتبر ال h ب2 تمام، فهعوض بيها هنا ك2، والاكس هحط مكانها الرقم اللي بعد الزيرو على طول 0.001، اعمل له ستور كاكس ونحط الايكويشن عادي h بلس x دي اللي هي 2 بلس x اللي هي x عادي ماينس h اللي هي 2 باور 7 اوفر x اللي هي x عادي. حطها في كالكوليتر. في حاجة غلط برضه، في باور 7 ماشي. two بلس x باور 7 ماينس 2 باور 7 ماشي، لان انا 448 اوكي. بس هجرب الاختيارات. احنا x دي اللي هي h، يعني الاختيارات عشان يا جماعه متلخبطوش، h باور 7 6h ماشي 7h باور 6 0 1. دي يا جماعه المسألة عشان انا حاسس ان انا لخبطتكم، انا بس بدلت مكان الاكس ب h. ادي المسألة بتاعتنا وادي الاختيارات بتاعتنا. ال h عوضت مكانها ب2 وحليت السؤال عادي بطريقتنا عشان بقى عندي قانون واحد. انا ايه هدفي؟ ان انا اعوض ال h برقم، ان يبقى عندي قانون واحد واحلها بالطريقة بتاعتنا عادي. وعوضت بيها طلعت لي 448. هجرب اشوف انه واحدة فيهم هتطلع لي 448 لما اعوض عن ال h ب2. 2 باور 7 اكيد مش هتبقى 448. 7 تايمز 2 باور 6 سبحان الله 448. ادي الاختيار اهو بس بسيطة جدا. كونتينيو ماشي. حتة الكونتينيوتي اخر حتة في ال O، وهلخصها لكم، لميتها من كذا حتة هلخصها لكم في كام كلمة بسيطة كده وهتفهموا ان شاء الله. ماشي بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل حتة الكونتينيوتي اخر حتة في ال O، وهي بسيطة هقولها لكم ان شاء الله، يعني بسيطة. هنا عندي 4 جرافات. يعني ايه continuity؟ او امتى اقول على function continuous؟ في functions بيبقوا continuous و function او not continuous تمام. بقول على function continuous لما اقدر ارسمها من الاخر، لما اقدر ارسمها من غير ما ارفع ايدي من على القلم. حاجة زي كده 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 كده، كل دول continuous. اي polynomial عامة continuous. اما اي function ارسمها وبعدين بقطع وبعدين اكمل، دي not continuous. طيب فمن الشرح ده تفتكروا دي ايه؟ دي طبعا continuous زي ما قلت لكم، اي polynomial continuous. طب دي اللي هي الهول، اسمها هول. في حفرة هنا، في خرم هنا، فانا ما مشيتش ايدي في حتة هنا اتقطعت تمام، فديس continuous طبعا. اللي هنا اسمها jump، انا كنت هنا ونطيت هنا. هل انا رسمتها بفلو واحد؟ لا، انفينيتي. انا كنت هنا ودي هنا، اكيد طبعا ما رسمتهاش بفلو واحد، اسمها انفينيتي. فالتلاتة دول discontinuous، يعني اسمهم discontinuity. فانا عندي whole discontinuity، jump discontinuity، infinity discontinuity. يا رب اكتبها صح، continuity. وهنا الكونتينيوس. في انواع تانية سمعت عنها بس دول اهم حاجة يعني اللي لقيتهم. اوكي. بس يعني دي حتة الجراف. بعدين بقى بعد كده لما اتعمق اكتر في continuity، يعني انا مش بقول على الفانكشن continuous عامة بس، لا انا ساعات بحدد. يعني مثلا في الفانكشن دي انا ممكن اقول على الجزئية دي الانترفال ده continuous، ما هو خط ستريت اهو، بس الفانكشن كلها مش continuous. مثلا الانترفال ده مش continuous، فممكن يبقى عندي حتة من الفانكشن continuous وحتة لا. تمام. طيب فده يوصلنا النقطة امتى اقول على انا مش هين عليا امسح الحتة دي، خلينا نفتح بين تاني عشان مش عايز امسح الحتة دي بصراحة. امتى اقول على نقطة انها continuous؟
فخلينا في نفس المثال بتاع الهول. النقطة دي continuous ليه؟ لان على شمالها ويمينها متوصلين ببعض. حد فاهم يربطها بحاجة لسه قايلينها؟ كنا قلنا كده على الليمت، بيبقى ليها ليميت لما شمالها ويمينها مربوطين ببعض، تمام؟ فهي continuous هنا continuous ولا لأ؟ ففي ايرور كده صح؟ طب هتقول لي ما هي ليها ليميت، احنا قلنا ان على شمالها ويمينها متوصلين، بس هل دي continuous؟ لا. عشان كده هقول لكم في 3 شروط عشان اقول على function continuous. اسمها 3 step continuity test. اول شرط ان ال f of x يبقى defined. لو عند البوينت x يبقى f of x يبقى defined. تاني شرط ان الليميت بتاعها خليها a مثلا عند البوينت a as x approaches a يبقى defined. بتاع ال f of x طبعا يبقى defined. تالت شرط ان الليميت اللي قلنا عليه defined ده يساوي الفانكشن اللي قلنا عليها defined. بس هما دول التلات شروط. تعال نطبقها هنا. الليميت بتاعها defined طبعا ما تقولش لا. طالما يمينها متوصل بشمالها الاتنين بيكورسبوندوا لفاليو واحدة، اللي هتلاقيها مثلا 4 هنا. الهول كبيرة شوية انا عارف، بس هتلاقي الاتنين 4. فيمينها يساوي شمالها ليها ليميت. ليها f of a. لو قلنا دي a ليها f of a، لا طبعا ملهاش f of a. تمام؟ الحتة دي ما ينفعش اقول ان ليها f of a خالص، علشان في هول هنا ما فيهاش corresponding value، فمعنى كده الحتة دي is continuous. هقول لك حاجة. افرض انا رحت عامل نقطة هنا بوينت وظللتها فوق الهول عند البوينت 8، هل بقت ال f of a defined؟ ال f of a defined بقى f of a equal 8. ما هي ليها حتة متظللة فوق اهي. طيب والليميت بتاعها defined؟ الليميت بتاعها defined، يعني دي continuous؟ لا. شوف الشرط التالت، هل الليميت بيساوي الفانكشن؟ انا الليميت كان عندي ب4 والفانكشن ب8، هل بيساوي بعض؟ لا. فهي برضو discontinuous. الحتة دي خلاص discontinuous. فأتمنى تكونوا فهمتوا الحتة دي وازاي نحددها بالثلاث خطوات البسيطة دي. تمام؟ وبرضو في حاجة يعني بنقول على interval continuous زي ما قلت لكم. مثلا من البوينت 2 للبوينت 4 عايز اتأكد هو continuous ولا لأ. فلو عايز اشوف من الانترفال 2 و 4 opened، ساعتها لازم اي بوينت جوه الانترفال دي يبقى continuous، يعني البوينت دي ودي 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 يكون continuous. هل ده صحيح؟ طيب خلينا ناخد فانكشن تانية بس كده مثلا، ونعمل كده اي حاجة. وانا عندي كده ده الاكس اكسس مثلا، ودي بوينت نيجاتيف 4 ودي مثلا 5. فانا هشوف من الانترفال نيجاتيف 4 ل 5 هل هو continuous. فهشوف من بعد النيجاتيف 4 هل كل بوينت continuous. دي ماشيه بفلو واحد، كل البوينتس من نيجاتيف 4 ل 5 continuous، فهي الانترفال ده continuous. طيب لو closed، لو من لو هاخد معايا النيجاتيف 4 والنيجاتيف 5، النيجاتيف 4 و5 اسف، ساعتها في تفصيلة شوية. لازم يبقى كل اللي جواها يعني زي ما الاوبن لازم يبقى كل اللي جواها continuous، كل ما بين البوينتس continuous، زائد حتة كمان ان الليميت، خلينا نكتبها هنا كده، ان الليميت بتاع ال f of x عند البوينت يعني as x approaches a positive يساوي f of a. يعني ايه الكلام ده؟ ايه دي اصلا؟ ده بافتراض ان احنا عايزين نشوف لوب a و b، يعني ما بين الانترفال سوري a و b. فلو اعتبرنا ال a دي اللي هي النيجاتيف 4 بتاعتنا، فهتشيك هل الليميت of f of x as x approaches negative 4 من على يمينها اللي هي positive، هل بيساوي f of negative 4؟
بص كده على يمينها ايه، على يمينها في هنا نيجاتيف 1. طيب و اف اوف نيجاتيف 4، لا اف اوف نيجاتيف 4 اوبن هنا، اوبند. ف اف اوف نيجاتيف 4 اصلا نون ديفايند، فالشرط ده متحققش فما ينفعش. فلما يكون عامة يعني حتى مش بتيجي كتير برضو بس قلت لكم، لما يكون عندك عايز تتأكد closed interval هل هو closed ولا لأ، لازم يبقى كل بوينت جواه continuous. تاني شرط ان الليمت على يمين الاكس على يمين ال A يساوي f of A، والليمت على شمال ال B نيجاتيف يساوي f of A. اوكي ماشي، خلينا ننسى الحتة دي نخش في حتة تانية. في حاجة لا لو فاكرينها طبعا البيس وايز فانكشن اللي هي كانت بتقسم لثلاث حاجات او بتقسم لاكتر من فانكشن في فانكشن واحدة. فخلينا ندي مثال 5x plus 3 x بار 2 plus 4 x بار 3، وكان بيبقى لازم فيه condition. يعني امتى اخش على 5x plus 3 دي؟ لما x less than 1 مثلا. امتى على x بار 2 plus 4؟ لما ال x تكون bigger than or equal 1 و less than 2. وامتى اخش على x بار 3؟ لما تكون x bigger than or equal 2. خلينا نرسم الحتة دي يعني البيس وايز فانكشن دي عشان نتخيلها اكتر. انا بحب ارسم الفانكشن عشان اعرف اتخيلها يعني. فانا عندي بوينت 1 و 2. قبل ال 1 هعمل ده اللي هو غير x بلس 3 يعني لينير فانكشن عادي، فاعتبرها ماشية كده وتعدي عند ال 3. طيب لحد ال 1. ما بين ال 1 وال 2 لحد قبل ال 1 على طول، ما بين ال 1 وال 2 ما بين ال 1 وال 2 بخش في الحتة دي كوادراتيك فانكشن. انا مش عارف بدايتها فين، يعني انا مش عارف ببدأ منين، بس افترض ان انت بدأت من هنا مثلا او تحتها او فيها وهي مش عارفين. بس المهم انا اقصد في حاجة نفسها هتبقى مثلا حاجة شبه كده. اول ما دخلت في ال 2 هسويتش الفانكشن التالتة وهي x باور 3. معرفش برضو هبدأ منين، اعتبرني هبدأ من هنا مثلا و x باور 3 مكملة لفوق بقى. فدي ممكن يكون تخيل للبيس وايز فانكشن. الفكرة بقى في البوينت دي انا مش عارف في كونكشن حصل ولا لا، انا مش عارف بدايتها هتبقى هي يعني بداية التانية هتبقى هي نهاية الاولى ولا لا. فبنتأكد من الحوار ده ازاي؟ ده حرفيا اكني بسأل هل هي continuous at point 1 ولا لا. يعني الفانكشن دي continuous at point negative 1، هتقول لي على يمينها وشمالها وليها فاليو محددة والفاليو بتاعتها equal الليمت اللي هي الثلاث خطوات بتاعتها. خلاص. طيب عند البوينت 1 بقى ده السؤال المهم، هل هي continuous ولا لا؟ حد عنده فكرة نعرف كده ازاي؟ نبص على شمالها وعلى يمينها، صح؟ انا عندي 3 خطوات، نعرف f of 1 ونعرف الليمت ونتشيك لو هما equal. تمام. f of 1 عارفها، لو الاكس دخلت هنا ب1 عندها 3 شعوبات، هتخش هنا عشان bigger than or equal 1 فهتخش في الحتة دي. 1 باور 2 بلس 4 يعني 1 بلس 5 يعني 6. ف f of 1 ب 6 defined defined. خلاص ادي اول شرط اتحقق. تاني شرط الليمت بقى، انا عايز اعرف على يمينها بيساوي شمالها، يعني من الاخر هل هي connected كده يعني يمينها هو شمالها ولا مش متوصلين ببعض. فدي اهم حاجة عندي ان انا اتأكد الليمت defined ولا لا. طيب ايه شمالها؟ ايه شمال ال1؟ شمال ال1 هو ده، وايه منها اللي هو ده. يعني شمالها اللي هي دي الفانكشن الاولى، ويمينها ده 1 نيجاتيف، ويمينها 1 بوزيتيف اللي هو ده. فانا هجرب يمينها وشمالها واشوفهم ايكوال ولا لا. فالليمت بتاع x as x approaches 1 نيجاتيف، فهدخل في الحته دي 5 times 1 5 plus 3 8 equal 8. طيب على يمينها ال 1 بوزيتيف، فهخش في الحته دي 1 باور 2 1 1 بلس 4 5. على يمينها طلع 8 وعلى شمالها طلع 5، فهم مش متوصلين. نهاية دي يعني خلينا نمسح الكعبلة اللي هنا دي. هي ماشية كده،
نهاية دي مش هي بداية دي، هي بدأت من تحتها شوية. معنى كده ان الليميت مش defined، الشرط التاني مش غلط، فهي discontinuous عند البوينت 1. طيب حد يعرف نوع discontinuity هنا؟ ده جامب عادي، مش هول ومش infinity. طيب عند ال2 تعالوا نتشيك بنفس الطريقة، جربوها انتوا. الأول هنجرب f of 2، الشرط الأولاني. هل f of 2 defined؟ طبعا انا عندي هنا لما الاكس يكون bigger than or equal to اهي، فهخش هنا 2 باور 3 يعني 8، ف f of 2 equal 8. طيب الشرط التاني بتاع الليمت، هل يمينها متوصل بشمالها؟ ده اهم حاجة. هبص على شمالها، ايه شمالها؟ اللي هي دي كوادراتيك، اللي هي دي، فدي كده 2 نيجاتيف، وايه منها؟ هي دي 2 بوزيتيف. فهعوض عن ال2 هنا 2 باور 2 equal 4 بلس 4 8. فعلى شمالها، على شمال الكوادراتيك x approaches 2 نيجاتيف طلع ب 8. تمام. طيب لل f of x على يمينها 2 بوزيتيف، هعوض هنا 2 باور 3 8 برضو سبحان الله. فالليمت على شمالها طلع equal الليمت على يمينها، الحمد لله. يبقى انا عندي limit defined، فالليمت as x approaches 2 equal f of x equal 8. معنى كده ان هما متوصلين ببعض عند البوينت 8. يعني لو مسحناها كده، فعند البوينت 8 الكوادراتيك مكملة، بعدين هيبدأ يكونكت من هنا، فالاتنين متوصلين عند البوينت 8. تمام. معنى كده تاني شرط ان الليمت defined هيتحقق. تالت شرط، هل الليمت بيساوي سوري الليمت equal 8. تالت شرط، هل الليمت بيساوي الفانكشن؟ 8 و8 الحمد لله. يبقى هي continuous at x equal 2. كده عرفنا ازاي نجيبها جرافيكلي لازم يكونوا متوصلين ببعض كده. algebraically لازم اجرب الثلاث خطوات وتست على شمالها واليمينها. طيب كده ان شاء الله احنا جاهزين نحل. تعالوا نحل شوية اسئلة برضه. ده مش سؤال ماشي عادي، اوكي. في سؤال قبله عايز نبدأ بيه احسن، خلاص خلينا فيه ماشي. f of x continuous function، حتة ان هو continuous انا استفاد منها بايه؟ قال لي ان الحتة دي كده continuous، اوكي. طيب هو بيسألني امتى الليمت بيكزيست، اوكي. خلينا نعوض عن يعني امتى الليمت ده يكزيست، لما يكون يمينها بيساوي شمالها. لو عوضنا عن الزيرو بوزيتيف، يعني يمين الزيرو هيبقى رقم بوزيتيف 0.0001 اللي هو رقم بوزيتيف. رقم بوزيتيف لما تحطه هنا، يعني خلينا نعوض بيها. رقم بوزيتيف اللي هو 0.001 في الابسوليوت هيطلع بوزيتيف عادي على 0.001 طلعت لنا ب1. تمام. طيب لما اعوض بزيرو نيجاتيف، الرقم اللي على شمال النيجاتيف اللي هو اللي على شمال الزيرو سوري اللي هو نيجاتيف 0.001، لما ادخله جوه الابسوليوت هيطلع بوزيتيف، فمش هلمسها فوق. تحت اكس زي ما هي فبقت نيجاتيف، طلعت لي نيجاتيف 1. فالليمت بتاع الحته اللي معمول عليها دايره حمراء دي لوحدها الليمت undefined، عشان يمينها 1 وشمالها نيجاتيف 1 ما ينفعش. فانا ايه الاشكاليه اللي خلت النيجاتيف دي؟ الابسوليوت كانت زي الفل الحمد لله، هي بتطلع اي حاجه بوزيتيف فبترد الطرفين. اللي خلى ان في بوزيتيف ونيجاتيف حته الاكس بس، هي النيجاتيف كانت الاشاره عندها وفوق الاشاره كانت تحت بوزيتيف، فهي اللي عملت العكس. فانا لو ضربتها في حاجه خلصتني من الاكس دي، الدنيا كلها هتتحل وهتبقى ديفايند، واقدر اعوض عن الاكس بزيرو عادي من غير ما يبقى في زيرو في الدينومينيتور. فانا هدفي ان انا اخلص من الزيرو الاكس اللي تحت دي عشان عاملين مشكله. فهتشوف انه واحده فيهم اللي تضربها فيها الاف اوف اكس، تضربها في انه واحده فيهم علشان تخليها لك تخلي الليميت اكزيست. اف اوف اكس ده بولينوميال، ما هو البولينوميال عامه لا، ما هي ممكن تبقى حاجه زي خلينا نمسح ده، ممكن تبقى حاجه زي ax بلس b مثلا، يعني 4x بلس 6 مثلا. فهل ده هيكنسل الاكس؟ لا، ما في 6 هنا ما ينفعش اكنسلها.
فبولينوميال عامة كلمة عامة ما ينفعش. هنا هل الاكس هتتكنسل مع اي حاجة من دي؟ لا. هنا هل الاكس هتتكنسل مع اي حاجة من دول؟ لا، في بلس. هنا هل الاكس هتتكنسل؟ ايوه. جرب تاخد الاكس كومن فاكتور. لا، اخدنا الاكس كومن فاكتور، هيبقى لنا اكس، ايه اللون ده، هيبقى لنا اكس ما بين قوسين اي اكس بلس بي. الكلام ده مضروب في الفانكشن الرخمة دي، فالاكس دي اللي خدناها كومن فاكتور هتتكنسل مع دي، هيبقى لنا الحرارات الكويسة دي، وهتبقى اكس عادي. بس فدي حتة ملاحظة يعني عادي. ماشي. نفس الكلام هنا، سؤال امتحان. بصوا السؤال مكعب ازاي، هتقعد تضرب في الكونجيجيت فوق وتحت، فوق سوري، فوق وتحت، وبعدين يعني بصوا ده جزء من حل اصلا، كان مكمل كتير، بس احنا هنعملها بطريقتنا عادي جدا يعني، ولا اي حاجة، هو ناقصين وجع دماغ يعني. هو عايز the value should be assigned to f at x equals 0 so that it is continuous everywhere. امتى يبقى الفانكشن continuous؟ قلنا التلات طرق، بس بالذات ان هو تبقى يمينها متوصل بشمالها، فليها ليميت، فاكنه تحت بيقول لي هات لي الليميت as x approaches 0. حرفيا هي هو بيقول لك continuous everywhere، يعني عند الزيرو ايه الفاليو اللي عاملها assign at x equals 0 عشان تبقى continuous، يعني عايز الليميت as x approaches 0. فهعوض على يمينها shift store كx، ونحط الكوجن دي كلها، اوكي، 1 بلس ساين اكس. طبعا انا ما ينفعش اعوض على طول بالزيرو، لان ساعتها الدينومينيتور هيبقى زيرو. اعمل الكلام ده تحت اوفر اكس، هيطلع لي 0.1163. هل في الاختيارات اختيار ان هي undefined؟ لا، هو اصلا بيقول لي خليها لي defined يعني، فمش لازم اجرب على شمالها يعني، هي دي الاجابه عادي، على شمالها هيطلع، لو انتوا مش متاكدين هيطلع هي برضو اهو، متاكد مش هنخسر حاجه. shift store x اهو، هنا طلعت نفس الحاجه، فالاجابه 0.011. انا واحده في دول انا مش عارف، هجرب 2 over 3 0.666. اوكي، انا خدت بالي انا عملت ايه غلط، حد خد باله؟ ماشي، الراد يا جماعه، ماشي، الحوار بينسى انا عارف، وانا نسيت اصلا، طلعت 0.666 لما حولت الراد ده الصح. فلما اعوض 2 over 3 هلاقيها هي في الاختيارات 0.66، فهي دي الاجابه الصح. هنكمل اسئله امتحانات، مش واضحه انا عارف، بس الموجود بقى. هي بيقول لك لو مش شايفين انا اكتبها لكم بره، limit as x approaches infinity 2 power negative x على 2 power x. انت بقى ممكن تنزل ال 2 power negative x دي تحت عشان انك تخليها 2 power x، تبقى 2 power 2x، وتعوض مكان الانفينيتي بمكان الاكس يعني، وتبقى 2 power infinity، وشويه حوارات دي، بس نعمل كل ده، طريقتنا شغاله الحمد لله يعني، مصرتش في حاجه. هنعوض مكان الانفينيتي زي ما هي الفانكشن، مش حاجه جنبها، هعمل رقم كبير shift store كx، عوض بيه هنا 2 power negative x over 2 power x equal عملت ايه غلط؟ ثانية، انا حطيت، خلينا نصغر الرقم شوية، 10000 shift store كx 2 power negative x على 2 power x. بس ايرور ليه يا حاج؟ طب ثانية، ممكن عشان الرقم كبير، هي هتضرب ميموري غالبا. ماشي، لما صغرت الرقم شوية اشتغلت، بس عشان 2 باور حاجة فالميموري بتاع الكالكوليتر مش هتقضي، فطلعت ب1 عادي، فهي الإجابة فعلا ب1. لو حليناها بالطريقة يعني اللي مش عبولية دي يعني عادي، هننزلها هتبقى 1 over 2 باور x في 2 باور x يعني 2 باور 2x، ولما تعوض مكانها في الانفينيتي هتبقى
2 باور انفينيتي يعني ايه انفينيتي، و 1 اوفر انفينيتي معلش 1 هتبقى 1 اوفر 2 باور انفينيتي. والله ما فاكر 2 باور انفينيتي كانت بكام تمام. مش فاكر. المهم ان انت هتشوف الفاليو اللي هتطلع لك 1 اوفر الفاليو دي هتطلع لك 1. هي كانت تقريبا بتابروتش الزيرو يعني، بس في الاخر هطلع لك الاجابه ب1 يعني. انا من كتر ما انا قعدت استخدم طريقه نسيت القوانين بتاعه الانفينيتي دي. ماشي. سؤال برضو تاني. limit as x approaches 0 لابسوليوت الاكس اوفر اكس، كنا حالين شبهها. هتعمل ايه؟ خلي بالك في الاختيارات doesn't exist، فاعملها تيست. ماشي. هنجرب فوق وتحت. ماشي هنجرب بالزيرو بوزيتيف، فلما نعوض عن الزيرو بوزيتيف هيطلع لنا يعني لسه حالين شبهها. لما طلعنا زيرو هيطلع 1، ولما حاطين زيرو نيجاتيف هتطلع لنا نيجاتيف 1. يمينها مش ايكوال شمالها، فهتبقى doesn't exist. اوكي. معلش يا جماعه انا لسه واخد بالي من حاجه. انا لما عملت في الكالكوليتر انا حطيت 2 باور 1000 على 2 باور 1000 او 100، فاكيد طلعت ب1. انا ما كنتش مركز معلش، صاحي من بدري. لما حولتها بالنيجاتيف طلعت رقم تايمز 10 باور نيجاتيف 61، يعني 0.00000 معرفش ايه، و من الاخر بتابروتش الزيرو يعني. الاجابه هي زيرو مش 1. انا اسف. ما كنتش مركز يعني. فلو حليناها بالطريقه 1 اوفر، انا ده اللي كان ملخبطني يعني. 2 باور اكس 2 باور انفينيتي يطلع بانفينيتي عشان رقم كبير، 1 اوفر انفينيتي يعني زيرو، فالاجابه زيرو بالطريقتين يعني. فمعلش انا اسف. طيب نفس الكلام هنا اكس ساين 1 اوفر اكس، فممكن بقى الناس تقعد تعمل حوارات عشان تخليها شبه الرول بتاعت ساين اوفر اكس، بس ليه نعمل بالطريقه عادي. رقم كبير احنا كده مخزنينه صح. ماشي. اكس هكتبها زي ما هي مش كوزين سيريس 1 اوفر اكس 0.999 اللي هي 1. تمام. خلي بالكوا في الاختيارات doesn't exist، فهجرب بلس 1. تمام. فنقعد 10000 زي ما هي 10001. شيفت ستور في الاكس اقعد طلعت ب1 برضو، مفيش اي مشاكل، الاجابة 1. اوكي يعني سهل الحمد لله. اوكي انا سكبيت كده. نوع المسائل ده بيتكرر كتير، حوار البيس وايز وكونتينوس، عشان كده قلتلكوا بيكرر كتير يعني في الامتحانات. بيقولك هنا بيس وايز فانكشن لما تكون الاكس مش ب1 هيعمل كده، ولما تكون ب1 هيعمل كده. which of the following is true، كأنها if condition يعني. which of the following is true. الليميت هنجرب واحدة واحدة. الليميت as x approaches 1 لل f exist، هل هي exist؟ تعالوا نجرب. هنشوف على شمالها وعلى يمينها. دي يا جماعة لو رسمناها هنلاقيها يعني هي عند ال1 بس بتعمل حاجة مختلفة، في غير ال1 بتعمل عادي، بتبقى ماشية زي ما هي. اوكي. فهنشوف على شمالها ويمينها، فممكن حد يتلخبط في دي. ايه شمالها وايه يمينها؟ شمالها ويمينها هي نفس الاولى يا جماعة. هو ماشي كده، وهنا ال1 بيعمل حاجة، عند ال1 هيعمل حاجة مختلفة وبعدين يكمل. فستيل الحاجة دي اللي هي شمالها ويمينها نفس الفانكشن، فانا هتشيك على شمالها ويمينها بس. فهل شمالها هو ويمينها؟ اكيد انا هعوض بال1 بوزيتيف وهعوض بال1 نيجاتيف، هطلع لي نفس ال1. فهي ثانية فهي اكيد اكزيست. لو عايز مش متأكدين جربوا في الكالكوليتر يمينها وشمالها، بس هتجربوا على الاولى بس. اوكي. تاني حاجة هل f of 1 exists؟ طبيعي يا جماعة لو دخلت ال1 هنا x equal 1 طلع لي 4، طلع لي value يعني هي exist، يعني 1 و 2 صح. هل f continuous at x equal 1؟ ده هو الراجل ما شاء الله يعني، اصلا الثلاث شروط هو عامل لي منهم 2 وتأكدنا ال2 صح. الليميت exist والf of 1 exist. هل هي continuous at x equal 1؟ اتأكد من الشرط الثالث الاول. ال f of 1 طلعت ب4، فنتشيك هل الليميت كمان طلع ب4 ولا لا. احنا لسه منعرفش قيمته الليميت. هنعوض ب 1.001 نعمله ستور كاكس
بعدين نعوض في الايكويشن دي x باور 2 minus 1 over x minus 1 تطلع 2.0000 يعني 2. فالليمت طلع ب 2 والفانكشن طلعت ب 4. هل continuous؟ لا طبعا مش equal بعض فمش continuous. ف 1 و 2 بس هما اللي صح، فالإجابة C. ال 1 و 2 هما اللي صح. ماشي. على شمال الليمت بنيجاتيف 1 وعلى يمين على شمال النيجاتيف 3 بنيجاتيف 1 وعلى يمينها نيجاتيف 1 برضه. سبحان الله دي exists كده. الليمت بتاع نيجاتيف 3 exists and if negative 3 is not defined. ركزوا. if negative 3 is not defined which of the following is true. the limit as x approaches negative 3 of x equal negative 1. طبعا ما شمالها نيجاتيف 1 ويمينها نيجاتيف 1 فهي نفسها نيجاتيف 1 الليمت بتاعها. فأول واحدة صح. تاني واحدة f is continuous everywhere except at x equal negative 3. فكر فيها يا جماعة. هل هي أصلا هي مش continuous at x equal negative 3؟ عرفت منين؟ f of negative 3 is not defined أصلا. الحتة دي تخلي لك f of negative 3 مش continuous. بل فالجزء اللي على اليمين صح. الجزء الأولاني هل هي continuous everywhere؟ أنا إيش عرفتني وأنا أعرف باقي الفانكشن؟ هو مديني حتة منها، فأنا ما أقدرش أجزم إن الحتة دي صح لأن أنا ما أعرفش باقي الفانكشن إيه. أوكي. فتاني واحدة غلط. f has a removable discontinuity at x equal negative 3. نسيت أقول لكم الحتة دي معلش. يعني إيه removable discontinuity و non removable discontinuity؟ احنا قلنا 3 أنواع للديسكونتينيوتيز. هكبر لا مش كده. انا معرفش والله بكبر ازاي. المهم يعني قلنا الثلاث انواع بتاعه الديسكونتينيوتي. اوكي. الهول كانت بتتجاب ازاي؟ لما كنا خدناها السنه اللي فاتت كان في حاجه من فوق، يعني مثلا كده x بلس 2 وهنا تحت x بلس 1، ففي حاجه من فوق بتتكنسل مع حاجه من تحت، اتشالوا مع بعض فبقت في هول عند البوينت نيجاتيف 1 دي. فالهول يعني انا لو عندي هول في حاجه من فوق اتشالت مع حاجه من تحت، فالهول اسمها removable discontinuity. في ناس بتقول برضو ان هو سبب من هي سمت كده ان هي اقدر اعمل لها ريموف اصلا، يعني ممكن اغير في الفانكشن بحيث اشيل الهول دي. بس مش مهم سمت ليه الهول ريموفابل. انا بحب احفظها كده ان في حاجه من فوق اتشالت من حاجه من تحت. الجامب والانفينيتي ما فهمش الكلام ده، فالجامب والانفينيتي الاثنين اسمهم نون ريموفابل ديسكونتينيوتي. فايه ايه الحاجه الوحيده من الديسكونتينيوتيز اللي ريموفابل؟ الهول. تمام. نرجع للفانكشن. f has a removable discontinuity at x equal negative 3. removable يعني هول، فهو بيقول لي في هول عند x equal negative 3. يعني انا بحب في الحاجه دي ارسمها عشان اتخيلها. هو قال لي ان الليميت على شمالها وعلى يمينها نيجاتيف 1 عند النيجاتيف 3. خلينا الاول نرسم. فعند النيجاتيف 3 هنا في حاجه وعلى شمالها وعلى يمينها نيجاتيف 1، فهي مثلا كده وهنا نيجاتيف 1. المهم يعني ان هي مكمله، والاف اوف نيجاتيف 3 نوت ديفايند. معنى ان هي نوت ديفايند يعني في هول هنا، ده حرفيا ده معناها اف اوف نيجاتيف 3 نوت ديفايند يعني في حفره هنا. فهل هي عندها ريموفال ات اكس اوف نيجاتيف 3؟ فعلا. فاعرفوها على طول لما يكون عندك limit exists، limit بتاع point exists، والاف اوف a دي يعني limit as x approaches a exist، والاف اوف a doesn't exist، هعرفها على طول ان هي define ان هي whole. او لو الاتنين exist او ممكن يكون يعني لما يكون الاتنين exist بس مش بيساوي بعض. لما يكون الاتنين exist مش بيساوي بعض معنى كده ان في هنا حاجة خلتها defined والليمت value تانية ومش بيساوي بعض، فدايما دي بتبقى هول. بس مش لازم تحفظ الحاجات دي عادي، يعني تجربها وهي باينة removal يعني هول، هي فيها هول. ف 1 و 3 يعني الإجابة دي. طيب السؤال اللي بعده 0 1 over جرب على يمين الزيرو على شمال الزيرو. لما نعوض على يمين الزيرو يعني رقم بوزيتيف ف 1 over x. لما نعوض على شمالها الابسوليوت زي ما هو
فهيخليها بوزيتيف، هتبقى 1 اوفر اكس برضو. تمام. ففي كلتا حالتين يمينها ايكوال شمالها، فهي اكزيست، فاستبعد حته نون اكزيست. مش فاهم، ما توجعش دماغك اهو. دي الطريقه بتاعتنا 0.0001 شيفت ستور، سوري 0.001 شيفت ستور في الاكس، حط 1 اوفر، في هنا ابسوليوت. انا في الكالكوليتر بتاعتي ما عنديش، بس مش عارف هنا ولا لا، بس عادي بقى مش فارقه يعني، ما كده كده بوزيتيف هتطلع لي بوزيتيف. 1 اوفر اكس يعني 1000، يعني 10000. ايه 10000 ده يا جماعه؟ انا عايز في حاجه عايز انبه عليها، ان لما يطلع لك رقم كبير فده اعتبره انفينيتي. يعني مش ده الرقم ده اللي كنا بنعوض فيه الانفينيتي، فاعتبر ده الانفينيتي. يعني مثلا لو قلت 0.0000، لو كبرت الرقم اكتر، شيفت ستور كانسر، وعوضت هنا، هلاقي الرقم بقى 10 باور 10، بقى انفينيتي هو كمان. ومثلا في حاجة لما يكون f of x equal x وعوض بالانفينيتي فيطلع لي انفينيتي. تمام، مش مهم دلوقتي، المهم لما يكون رقم كبير كده يبقى هو انفينيتي. فعلى يمينها طلع انفينيتي، على شمالها هعمل نفس الكلام هتطلع انفينيتي، فالإجابة هتطلع انفينيتي. ده بالطريقة بتاعتنا. بس في رول برضو بسيطة، 1 over 0 equal infinity. بس انا هنا هعوض مكان الزيرو 1 over 0 بانفينيتي. حتة الجرافات برضو بتيجي كتير. بيقول لك graph of function f is shown above if limit as at x approaches b. فين b دي؟ دي b دي ولا انا مش لاقي البي عامة. ماشي، هي بي مش باينة في الجراف، بس عايزين نجيبها. بيقول لك limit as x approaches b exists و f is not continuous at b. فالlimit exist بس ال f مش continuous at b، يبقى b انهي واحدة فيهم، من انهي واحدة من دول. هي not continuous، فانت هتبص على الحاجات اللي non continuous وتجرب. في عندي ايه الحاجات اللي non continuous؟ اهي الحتة بتاعت الانفينيتي دي والحتة بتاعت الجامب دي، الاتنين دول discontinuous علشان الليميت على يمينها مش بيساوي، وفي برضو عندي هول هنا. فانا عندي التلاتة موجودين ما شاء الله، الانفينيتي موجودة، الجامب موجودة، الهول موجودة، فدول التلاتة اللي انا هجرب فيهم. تمام. طيب التلاتة discontinuous، بس انا هختار الواحدة اللي فيهم اللي الليميت فيها exist، لان هو قايل انها exist. هل الليميت في الانفينيتي exist؟ الليميت على شمالها نيجاتيف انفينيتي وعلى يمينها انفينيتي، طبعا doesn't exist، مختلفين. في الجامب على شمالها 2 وعلى يمينها 1، مختلفين، فلا طبعا مش متوصله ببعض حتى. وهنا مش متوصله ببعض، لو ما بتحبوش يعني بالكلام كده مش متوصله ببعض. هنا عند الزيرو على شمالها متوصل على يمينها طبعا، والليميت بتاعها على شمالها 2 على يمينها 2، يعني كان الليميت بتاعها exist. فعند البوينت 0 هي non continuous بس الليميت exist، زي ما كنت قلت لكم في الاول. فالبي equal 0، وعايز الانو بوينت فالبي عند الزيرو. ماشي. بيقول لك برضو جراف which of the following is not true. ناخدهم واحدة واحدة، الأسئلة دي بتبقى يعني بسيطة بس انت بالراحة يعني. الليميت of as x approaches 5 equal 5. عند ال5 هنا يا جماعة ركزوا، انا عشان اشوف على طول، عايز تشوف في ليميت ولا لا، بص يمينها وشمالها. هبص يمينها الاقي مفيش حاجة منها اصلا، يعني مفيش حاجة منها، فمستحيل يبقى ليها ليميت اصلا، فكده كده اول واحدة غلط. تمام. ما تقوليش ان هي بقى ليها فاليو، لا، ابص على يمينها ملهاش حاجة خلاص. طيب. اول واحدة غلط. تمام. وعايز انه زرور، خلاص اختار ايه بس نقارن في الباقي. على يمين 3 limit as x equals 3 positive، هل هي ب1؟ ادي 3 على يمينها ب1، تاني واحدة صح. ال 3 doesn't exist، الليميت بتاع 3 doesn't exist، طبعا مش متوصلين ببعض، على يمينها 1 وعلى شمالها 3، فلا الليميت يعني الاختيار ده صح ان هي doesn't exist. الليميت as x approaches 2 يساوي 4، طبعا على يمينها 4 وعلى شمالها 4 اهي، يبقى دي صح. بي وسي دي صح، ايه هي الغلط؟ اختار ايه؟ نوع الاسئله ده كويس اوي، بيجي برضو كتير. هنا بيبقى مش قايل لك هو الفانكشن مديك كونستانت وانت عايز تجيب الكونستانت ده، بيقول لك ايه اللي يخلي الاف كونتينيوس. فالاسئله دي بتبقى حلوه. امتى الفانكشن تبقى كونتينيوس؟ عند البوينت يعني عامه. الاشكاليه عندي في البوينت 2،
فانا عايز اخلي ال2 دي continuous. ف يعني ايه الشرط اللي يخلي 2 continuous؟ ان الليميت على شمالها يساوي الليميت على يمينها، عشان كده في اف موجوده. فهشوف على شمالها وعلى يمينها هساويهم ببعض. تمام. ثانيه واحده. برضو رسمتها عشان ما اتلخبطش. اهو هنا ولما تكون نوت ايكوال تو بيعمل حاجه، يعني على شمالها ويمينها. اول ما جه تو حب بقى يعمل حاجه تانية، فطلعت له فاليو تانية، الله اعلم بقى الفاليو دي فين. علشان تبقى continuous، عشان الفانكشن يبقى continuous، لازم الفاليو دي اللي كانت مختلفه تبقى محطوطه هنا عشان تكمل الناقص، فيبقى الجراف كله continuous، صح؟ فانا عندي لازم الحته دي اللي هي اللي كانت مختلفه تساوي الحته دي لما اعوض عن 2. فهخلي cx plus 1 equal cx squared minus 1. لما تكون ال x ب2 هعوض عن 2، يعني 2x plus 1 سوري 2c plus 1 equal 4، يعني 4c minus 1. ودي 2 الناحية التانية ونكتب بوزيتيف، يعني 2c equal 2، يعني c equal 1. فc اجابتها 1. يعني عند الفاليو عند 1 لما تكون السي ب1 ساعتها هتبقى continuous في كله، في فوق وتحت. فكل اللي بتعمله انت بتساوي لما يقول لك ان هي continuous، يعني هو بيقول لك خليها لي continuous، فهتساوي الفوق بتحت وتعوض ب2. نفس الكلام هنا. سؤال سهل بطريقتنا اللي احنا عارفينها، ما تقلقوش. برضو عايز تحلها بطريقه الاسيمتوت تبقى اسهل. horizontal اسيمتوت عشان x approaches infinity، ديجري لفوق يكون ديجري لتحت، تاخد الكوفيشنت اوفر الكوفيشنت، يعني 1/4، فالاجابه سي. الجراف هنا نفس نوعيه الاسئله برضو. بيقول لك what was following is not true، اللي هو كويس. as x approaches 2 هي exist، عند 2 يمينها وشمالها هما في exist، اول واحد صح. عند 3 exist، شمالها ويمينها تاني واحد صح. عند 4 الليميت بتاعها exist، شمالها مش هو يمينها مش متوصلين ببعض، اكيد لا. نكمل. الفور قلنا مش continuous، الليميت بتاعها من doesn't exist طبعا، فسي غلط. فهتبقى الإجابة الصح يعني عشان not true. الفانكشن continuous at x equals 3، أيوة طبعا الليميت بتاعها exist والفانكشن بتاعتها exists والفانكشن equal الليميت، فدي صح. فسي هي الوحيدة اللي غلط فيهم، فهي دي اللي هختارها. نفس الكلام بيقولك دي فانكشن، وايه الكي اللي تخلي اف continuous at x equal 2. نفس اللي فاتت، امتى تبقى x continuous؟ لما الحتة دي تساوي الحتة دي لما اعوض عنها ب2. فهعوض عن ال2 فوق، فتبقى 2 باور 2 4، 4 times 2 8 minus 3 times 2 8 minus 6 يعني 2 minus 2 0. فكي كي equal 0. انا مش متأكد من بحسبها بدماغي، بس عامة انت هتساوي اللي فوق باللي تحت وتعوض عن الاكس ب2 وتشوف الكي طلعت لك بكام وتختارها عادي، يعني مش صعبة. طيب اللي بعده نفس الكلام عادي بطريقتنا. هو ده سؤال امتحان، وفي حله ان انت بقى تقعد تحول الكوزاين دي لساين وتستخدم trigonometric identities وتودي الساين مع الاكس وحوارات. بس ليه يعني الحمد لله الطريقة موجودة. 0.001 shift store x 1 minus cosine 2x 4x squared، يعني هاف. طلعت لي هاف على طول اهي، فاختار بي الحمد لله. مش محتاج اجرب شمالها لان مفيش اختيار اصلا doesn't exist. ايه ده نفس السؤال سبحان الله. ماشي. if f is an odd function والليميت بتاعها exists عند الزيرو، then الليميت ماشي. f is odd function، يعني الحتة دي برضو استنتج منها ايه؟ odd function كنا بنقول ان f of x f of negative x equal negative f of x. negative تطلع برا، دي الأهم حاجة في الاود function. طيب ماشي. فهو بيقول لي ان هي exist،
الليميت بتاعها at 0 exists. اوكي. معنى كده ايه؟ ان انا لما اعوض عن 0 اوكي على يمينها وشمالها هيطلعوا نفس الحاجة. يعني على يمينها هيبقى رقم بوزيتيف وعلى شمالها هيبقى رقم نيجاتيف. فلما لو جربت اعوض يعني اعتبر 0.01 دي اكس واعتبر دي نيجاتيف اكس، وهو قال لي انها exist. معنى انها exist معنى كده ان f of negative x equal f of x على حسب كلامه، لان هو قال لي انها exist صح. فالليميت بتاعها على الشمال هو الليميت بتاعها على اليمين يعني. اوكي. فده يعني المفروض ان دي equal دي وفي نفس الوقت دي equal نيجاتيف دي. فازاي؟ ما ينفعش الا في حالة واحدة، ان f of x equal 0. فساعتها 0 او نيجاتيف 0 هيساوي بعض عادي، 0 equal 0. تمام. فمن الحتة دي انا استنتجت ان هي ال f ب0. فعوض هنا لما ال x تكون tends to 0 2 minus 3 f of x يعني 0، يبقى limit as x approaches 0 لل 2. طالما constant function فهتعوض 2 عادي يعني limit as x approaches اي m ل constant value هتطلع بال 2 ب constant value دي، لان هي في constant تبقى كده خط مستقيم مثلا عند ال 2، فمش فارقة معايا فين بقى هتطلع ب 2 برضو. فالإجابة إن شاء الله 2 يعني. نفس الكلام بطريقتنا، متنسوش الراد تتحل عادي. هنا اللي قلتلكوا عليها الرول بتاع sin x over x، فالمفروض يطلع ب1، بس خلي بالكوا x is measured in degree، لازم نعملها بالراد. فأنا عشان أحول من الديجري للراد كنت بضرب في باي over 180. لو مش عارفين احفظوها يعني. الليميت على شمال او عايز الليميت اوف نيجاتيف 1 مش على شمال، عايز نيجاتيف 1 عامة، هل هي exist اصلا ولا لا؟ ادي نيجاتيف 1 شمالها مش connected بيمينها اصلا، ده غير ده يعني doesn't exist. فالاجابة دي. اخر سؤال which of following are true. الليميت بتاع ال 1 exists. امتى اعرف ازاي exist ولا لا؟ بجرب شمالها ويمينها، ده شمالها وده يمينها، لان هو بيقول لي not equal 1 وهنا equal 1. يعني زي ما قلنا في المثال اللي فات، عند equal 1 هعمل حاجة ونوت equal 1 هعمل حاجة تانية. فنوت equal 1 دي تشمل شمالها ويمينها، فاكس بار 2 minus 1 دي هي شمالها ويمينها، فا exist طبعا لان ال 1 هي مش متأكد جربها. فاول اختيار صح. f of 1 is defined. طبعا f of 1 is defined. احنا السؤال ده قبل كده، احنا السؤال قبل كده. ماشي بس كده يبقى خلصنا. يا رب تكونوا استفدتوا. الطريقة دي يعني انا حاولت احل عليها كتير قوي عشان اتاكد انها صح واطور فيها. فلو حد عنده سؤال مثلا كان واقف معاه او حاجة عايز يبعت براحتكم، ورب اكون فدتكم. ربنا يوفقكم يعني. رمضان كريم عليكم.